ده هو كامادو تانجيرو، شاب غلبان يتيم عايش مع عيلته لوحدهم في الجبل، مجتهد جدا وبيشتغل في بيع الفحم والناس كلها بتحبه. وفي يوم من الايام بيكون قاعد مع عيلته وبيسلم عليهم عشان هيسيبهم وينزل يبيع في الفحم كالعاده، وبالفعل بينزل وبينشغل مع الناس لحد ما بيجي الليل. وفي طريقه وهو مروح بيقابل راجل كبير بيقول له تعالى بات عندي يا تانجيرو، الدنيا دلوقتي خطر جدا وممكن يطلع لك شيطان من اي حته. تانجيرو بيرفض ولكن مع اصراره بيوافق، وبالفعل بيبات معاه. وتاني يوم الصبح بياخد بعضه وبيمشي. بيقرب من بيته ولكنه بيشم ريحه دم، وبيكتشف ان ريحه الدم دي جايه من اخته نيزوكو. بيقرب عليها وبيدخل البيت وبيتصدم من المنظر، عيلته كلها متشرحه وغرقانه في دمها، منظر تقشعر له الابدان. كلهم بيموتوا ما عدا اخته نيزوكو اللي بتكون على شفير الموت. تانجيرو بياخدها وبيجري بيها وبيحاول يروح للقريه، ولكن فجاه نيزوكو بيطلع لها انياب وشكلها بيتغير وبتهجم على تانجيرو. يا نهار اسود، نيزوكو اتحولت لشيطان. بس فين وازاي وامتى حصل الكلام ده؟ تانجيرو وقتها بيبكي وبيحاول يتكلم معاها، وبالفعل نيزوكو هي الدنيا بتبكي وبتستجيب. ولكن في اللحظه دي بيهجم عليهم شخص غريب وبيحاول يقتل نيزوكو، ولكن تانجيرو بيزقها وبيحميها في اخر ثانيه. ولكن الشخص ده بيخطفها من ايده في لمح البصر وبيقول له شغلي هو قتل الشياطين وهقتل اختك دلوقتي. ولكن تانجيرو بينهار وبيقول له نيزوكو مش هتاكل حد ومش هخليها تيجي اي حد وهرجع لها انسانيتها وهعالجها. ولكن وقتها بيقول له الشياطين مستحيل يرجعوا البشر ابدا، اختك اتحولت لشيطان لما جروحها اختلطت بدم شيطاني. وتانجيرو يا عيني بينهار من البكاء، ولكن الراجل بيصرخ عليه وبيطعن نيزوكو. وقتها تانجيرو بيتعصب وبيرمي طوبه عليه وبيهجم عليه، ولكن بضربه واحده بيجيبوا الارض. بس في اللحظه دي وفي اخر ثانيه بيتفادى فاس اللي كان هيفلق دماغه نصين. اتاري تانجيرو ذكي في الهجوم اللي فات، وقبل ما يستخبى ورا الشجره رمى فاسه في السماء وهجم عليه وهو مداري ايده وراه علشان ما يشكش فيه. يا نهار ابيض، تانجيرو دماغ فعلا. في الوقت ده نيزوكو بتفلت من ايده وبتحاول تحمي تانجيرو. قاتل الشياطين وقتها والذي يدعى بجيو توميوكا بينصدم من المنظر اللي هو شايفه ده وبيقرر يسيبهم، وبيقول لتانجيرو في اسفل الجبل في راجل عجوز يدعى اوروكوداكي، روح له هناك وقول له انا جاي لك من طرف توميوكا دي، واهم حاجه حاول تهلك عن ضوء الشمس ويمشي. بعدها بيروح تانجيرو يدفن عيلته وبيعمل لاخته صندوق يحميها من الشمس وبياخد بعضه وبيمشي. وفي الليل وهم بيتمشوا تانجيرو بيشم ريحه دم وبيتفاجئ بشيطان مفترس عيله كامله بيهجم عليهم وبيثبت تانجيرو، ولكن نيزوكو بترزع واحده بالرجل بتطير له راسه، ولكن ما بيحصلوش اي حاجه وبيتحرك براسه وجسمه منفصلين. تانجيرو بيتعصب وبيرزعه بالرصيه وبيلزقه في الشجره وبيلحق نيزوكو، ولكنه بيقع من فوق الجبل وبتنقذه نيزوكو وبيحاول يقتل الشيطان ولكنه بيتوتر وبيتردد. وفي اللحظه دي بيطلع شخص غريب من وراه وبيبص على حاله تانجيرو وانه متردد في قتل الشيطان وهو لسه شايفه بيقتل البشر، وبيقول في نفسه ده مش هيقدر يعملها ابدا يا توميوكا. هوبا، ده طلع نفس الشخص اللي توميوكا طلب منه انه يروح له. وفي اللحظه دي الشيطان بيفوق، ولكن وقتها الشمس بتشرق وبتظهر وبيتحرق فورا، وبيقرر العجوز اوروكوداكي انه يختبره. بيجريه مسافه طويله جدا، ولما بيوصلوا وتانجيرو كان خلاص جايب جاز بيقول له اجهز يلا علشان الاختبار هيبدا. يا رب على الضحك، ده هو ميت من دلوقتي. وبالفعل بياخده في غابه على الجبل وبيقول له ارجع للبيت من هنا ولوحدك. تانجيرو بيفتكر ان ده اختبار سهل جدا، ولكنه اول ما بيتحرك بيلبس في الافخاخ واحد ورا الثاني. تانجيرو وقتها بيقرر يركز وبالفعل بيتخطى معظم الافخاخ، وبالفعل وقبل طلوع الفجر بيرجع تانجيرو للبيت وبيفضل يتمرن تانجيرو يوميا ولمده سنه كامله. بعدها بياخد العجوز عند صخره ضخمه جدا وبيقول لتانجيرو حاول تقسمها نصين بسيفك، وبعدها بيمشي ومن ساعتها ما علمهوش اي حاجه ثاني. وبالفعل بيحاول تانجيرو لمده 6 شهور ولكن بدون اي فائده ترجى. وفي يوم من الايام بيظهر له شخص غريب بينزل في تانجيرو ضربه وبيقول له انت ما اتعلمتش اي حاجه، بطيء وضعيف وغير ناضج، انت مش راجل يالا. تانجيرو بيتعصب وبيحكم عليه ولكنه بضربه واحده بس بيجيبه الارض. واول ما بيفوق بيلاقي واحده جنبه وتدعى ماكومو اخت سابيتو، والاثنين دول اصلا هم تلاميذ سابقين لاوروكوداكي. بتقعد معاه هي تانية وبتعلمه وبتحسن عاداته واسلوبه وبتشرح له عن تقنيات التنفس وازاي يستخدمها. تانجيرو طبعا ما بيكونش فاهم اي حاجه ولكنه بيفضل يتمرن لحد ما بيمر 6 شهور. بيتقابل مع سابيتو وبيقرروا يخوضوا نزال، ولكن مع الثواني الاولى وفي اول هجمه بينجح تانجيرو لاول مره في الوصول لسابيتو وبيكسر قناعه وبيفلق الصخره نصين. وقتها بيظهر له اوروكوداكي لاول مره من زمن طويل وبياخد تانجيرو معاه للبيت وبياكله اكل مملوكي. وتاني يوم تانجيرو بيستعد وبيروح لمكان الاختبار النهائي وبيقابل ناس كتير هناك، والمسؤولين عن الاختبار بياخدوهم في مكان مليان بالشياطين وبيقولوا لهم الاختبار هو انكم تنجوا لمده 7 ايام كاملين. تانجيرو بالفعل بيدخل الغابه ولكنه فجاه بيهجم عليه مجموعه من الشياطين. تانجيرو بيتوتر وبيقلق ولكنه بيجمع شتات نفسه وبيستخدم تقنيه تركيز الدم وبيخلص عليهم. ولسه يعني ما فرحش بيلاقي شيطان تاني ضخم بياكل في اللي معاه في الاختبار. تانجيرو بيتوتر جدا ولكنه بيستخدم تنفس الماء وبيهجم عليه وبينقذ واحد منهم، ولكن الشيطان واول ما بيشوفه بيعرف من القناع اللي معاه انه واحد من تلاميذ اوروكوداكي وبيقول له انا مش عارف اوصف لك سعادتي، انت هتبقى رقم 14 من تلاميذ اوروكوداكي اللي خلصت عليهم. ده حتى يا اخي كان ما بينهم 2 غلبوني اقوياء، والاثنين دول يا صديقي هم للاسف سابيتو واخته. تانجيرو بيسمع الكلام ده وبيتعصب جدا وبيهجم عليه وبيقطع له دراعاته كلها وبيستخدم تنفس الماء وبيفلق له راسه. تانجيرو اخيرا انتقم لكل تلاميذ اوروكوداكي وبيفضل تانجيرو يقتل في الشياطين على الحال ده لحد ما بيخلص الاختبار. ومن اكثر من 20 شخص شارك في الاختبار 5 منهم بس هم اللي نجوا ومن ضمنهم طبعا تانجيرو. بيقابلوهم البنتين دول وبيهنوهم وبيقولوا لهم انتم حاليا من فئه الميزونوتو وهي المرتبه الادنى، وبيطلبوا منهم انهم يختاروا الماده الخام اللي هيتصنع منها السيف بتاعهم. وبالفعل بيختاروا وبيرجع تانجيرو بعدها للبيت وبيقابل اخته نيزوكو ومعلمه اوروكوداكي لاول مره بعد غياب، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيجي لهم شخص يدعى هاجا نيزوكا وبيقول لتانجيرو انا خلصت السيف وجاي اسلمه لك. وبالفعل تانجيرو بياخده منه وفجاه بيدخل عليهم غراب وبيقول لتانجيرو في الشمال الشرقي من المدينه البنات هناك بتختفي يوم ورا الثاني لسبب مجهول، روح هناك يا تانجيرو واصطاد الشيطان واقتله، هي دي اول مهمه ليك يا تانجيرو كقاتل شياطين. وبالفعل تانجيرو بيجهز وبيودعه اوروكوداكي وبيروح تانجيرو بالفعل للقريه وبيقابل واحد هناك هو اخر من تعرض لحادثه الخطف دي. بيعرف تانجيرو منه مكان الحادثه وبيفضل يتتبع الريحه لحد ما بيوصل لمكان الشيطان. في اللحظه دي بيكون الشيطان على وشك افتراس بنت ثانيه، ولكن تانجيرو عن طريق حاسه الشم الرهيبه بتاعته بيحدد مكانه وبيطعنه وبينقذ البنت منه. الشيطان بيفضل يظهر ويختفي من الارض والحيطان وحاجه قمه في القرف، وتانجيرو بيفضل يستخدم تنفس الماء بتقنياته المختلفه، ولكن الشيطان ده حاجه بيض خالص بيقسم نفسه ل3 اجسام وكل شويه يظهر ويختفي. ولما بيطلب منه الراجل انه يرجع له البنت اللي خطفها امبارح، ولكن الشيطان بيفاجئه وبيقول له لو اي حاجه من دول هي حاجتها فانا خلاص اكلتها. يا نهار ابيض، ده اكل
اكل بنات البلد كلهم حرفيا. انت شيطان شمالي يا جدع. لا وكمان بيقولوا خليني اكل البنت اللي معاك دي بسرعه علشان طعمها ما يتغيرش. في اللحظه دي نيزوكو بتتعصب وبتطلع تحاربهم مع تانجيرو. تانجيرو بيقول لها خليك انت معاهم واحميهم وانا هنزل تحت. وبالفعل بينزل وبينصدم من كميه البنات اللي قتلوها وبيتعصب جدا وبيستخدم تقنيه تنفس الماء الهيئه السادسه وبيخلص عليهم كلهم. وبيطلع تاني لنيزوكو اللي بتكون ماسكه الشيطان وعامله معاه الجلاشه ولكنه بيجرحها وكان لسه هيضربها تاني. بيطلع له تانجيرو بيقول له ابعد ايدك عن اختي يالا، وبيقول له انا مش عايز اعرف اي حاجه منك غير حاجه واحده، قول لي كل حاجه تعرفها عن كيبوتسوجي موزان. والشيطان اول ما بيسمع الاسم ده بيترعب حرفيا. وكيبوتسوجي موزان ده يا صديقي هو اول ما تحول الى شيطان من اكثر من 1000 سنه، وهو الوحيد اللي يعرف ازاي يرجع نيزوكو البشريه من تاني. والشيطان بيفتكر ذكريات مرعبه ليه مع موزان وهو بيحذره من انه يفتح بقه باي كلمه لاي حد عنه. وبيتعصب وبيهجم على تانجيرو ولكن تانجيرو بيجهز عليه وبيروح يواسي الراجل ده وبياخد بعضه وبيمشي وبيقسم على الانتقام من كيبوتسوجي موزان. في اللحظه دي بيجي له الغراب تاني وبيقول له المحطه التاليه اساكوسا طوكيو، في شيطان مستخبي هناك. تانجيرو يا عيني بيكون لسه ما اخدش نفسه حتى من المهمه دي ولكنه بالفعل بياخد بعضه وبيروح على هناك. وفي وسط ما هو مرهق وقاعد بياكل يشم لاول مره نفس الريحه اللي كانت في بيتهم وبيرمي طلق اللي في ايده وبيجري زي المجنون على مصدر الريحه. يا نهار ابيض ده طلع هو بالفعل كيبوتسوجي موزان. تانجيرو كان لسه هيرفع سيفه عليه ولكنه بيكتشف انه بيعيش متغيرا بانه من البشر وفجاه بسرعه خاطفه بيجرح واحد من الناس وبيتحول لشيطان وبيهجم على اللي كانت ماشيه معاه على طول ولكن تانجيرو بيهجم عليه على طول وبيثبته. في اللحظه دي بياخد موزان بعضه وبيمشي كانه ملوش علاقه باي حاجه. تانجيرو يا عيني عايز يروح له ولكنه مش قادر يفلت الشيطان اللي في ايده وبيتعصب جدا وبيقول لموزان اوعى تكون فاكر انك هتعرف تهرب مني وبيقسم انه هينتقم من موزان ولو كان في قلب الجحيم. في اللحظه دي بتدخل عليهم شيطانه ولكنها بتكون طيبه وبتحاول تساعد تانجيرو. على الناحيه الثانيه كيبوتسوجي بيدخل احد الازقه وبيقابل مجموعه من البشر هناك فبيخلص عليهم كلهم وبيستدعي اثنين من الشياطين وبيقول لهم هاتوا لي راس قاتل الشياطين اللي لابس حلق شبه الزهور وبيكون خايف جدا وبيفتكر ذكريات لشخص شبه تانجيرو. لا بس مين الشخص ده وليه اقوى شيطان في الوجود خايف منه. يرجع بقى تاني لتانجيرو اللي بيقابل تلميذ تامايو وبياخده لعندها. تامايو بتعرف عليهم اكتر وبتقول له احنا بالفعل شياطين ولكني قدرت اشيل لعنه موزان وعدلت على اجسامنا بحيث اننا ما نحتاجش غير كميه قليله جدا من الدم. تانجيرو في اللحظه دي بيسالها هل في اي طريقه نحول بيها شيطان لبشري وقتها بتقول له ايوه يا تانجيرو في دايما دواء لكل حاجه. اي نعم انا دلوقتي ما اقدرش ارجع شيطان لبشري ولكني مصر اصلا العلاج اللي بيعمل كده. علشان كده يا تانجيرو انا عندي ليك كام طلب. اولا انا عايزك تسمح لي ادرس دم اختك وثانيا انا محتاج منك تجيب لي دم شياطين مقربين من كيبوتسوجي موزان. وهنا مش قصدها ابدا انهم يكونوا قريبين منه كمكان لا 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 هي قصدها قريبين منه في القوه. وتانجيرو بالفعل من غير تفكير بيوافق وبيقول لها انا هعمل اللي اقدر عليه. على الناحيه الثانيه الاثنين اللي طلب منهم موزان احضار راس تانجيرو بيفضلوا يتتبعوا خطواته وبيوصلوا للمكان بالفعل. وفي وسط ما هم قاعدين بيتكلموا بتهجم عليهم الشياطين وبيدمروا المكان في ثواني وواحده منهم بتكون معاها كرات بترميهم والثاني بيتحكم في حركتهم وبالفعل بيفضلوا يدمروا في المكان وبتشيل راس يوشيرو ولكنه بسبب انه شيطان بيرجعها ثاني. في الوقت ده الشيطانه بتتعصب اكتر وبتطلع على بعض رعات من جسمها وبتزود عدد الكرات. الله يخرب بيتك هم قادرين عليكي بدقان يا اختي عشان تخليهم سته. وبالفعل بتهجم عليهم وتانجيرو بيحاول يتفادى ويصد الكرات ولكنه ما بيقدرش يحمي تاميو اللي معاها. ويوشيرو وقتها بيقول له ما تركز مع الاسهم يا عم الغبي انت. تانجيرو ما بيكونش فاهم حاجه فبيستخدم يوشيرو تقنيه عليه بتخليه يقدر يشوف الاسهم وبالفعل بيتفادى كل الكرات وبيهجم عليها وبيقطع دراعاتها. في نفس الوقت اللي بيضرب فيه نيزوكو الشخص اللي بيتحكم في الكرات. ولكن ضربه زي دي هتعمل ايه بس يا تانجيرو انت بتقاتل شيطان من الاقمار الاثنى عشر والشياطين دول يا صديقي هم اقوى الشياطين على الاطلاق ومقسمين الى فئتين الاقمار الاثنى عشر العليا ودول ما فيش زيهم خالص والاقمار الاثنى عشر الدنيا واللي قدامه دي هي واحده منهم. وبالفعل وبكل سهوله بترجع اذرعها والشيطان الثاني بيفشخ نيزوكو. تانجيرو بيهجم على شيطان الاسهم ولكن الشيطان ده بيفشخه وبيلعب به الكوره بالاسهم. تانجيرو يا عيني بيفضل يتفادى في الاسهم وما بيكونش عارف يعمل ايه ولكنه بيجمع قوته وبيستخدم الهيئه السادسه والثالثه والثانيه مع بعض وبيطير له راسه. ولكن ابن الكلب في اللحظات الاخيره قبل ما يموت يدخل الاسهم في جسم تانجيرو وبيفضل يلعب ويرزع فيه يمين وشمال وتانجيرو بيفضل يستخدم تقنيات التنفس ورا بعض لحد ما بيموت الشيطان. في الوقت ده بيكون تانجيرو انهك تماما ولكنه على الرغم من كل ده بيحاول يرجع للبقيه. على الناحيه الثانيه بتكون الشيطانه ام ست ازرع بتتقاتل مع يوشيرو ونيزوكو والقتال بيشتد ما بينها وبين نيزوكو وبيفضلوا يشوتوا الكوره لبعض. وعلى الرغم من تفوق نيزوكو في البدايه الا ان الشيطانه بتكون لسه ما ظهرتش كل قوتها. وقتها تامايو بتقرر تتدخل وبتفعل تعويذه في المداري بتمنع اي شخص من الكذب او اخفاء الاسرار وبتسال الشيطانه عن حقيقه كيبوتسوجي موزان. والشيطانه وقتها بتوقع بلسانها وبتنطق اسمه وفجاه بتتفاعل عليها لعنه موزان وبتموت مكانها. وبيكتشفوا بعد ما ماتت انها ما كانتش من الاقمار ولا حاجه. واخرب بيقولكم كل القوه دي مش من الاقمار. امال الاقمار عاملين ازاي يا اخي؟ وعرفوا ده ببساطه عن طريق عينيها. الشياطين اللي من الاقمار بيظهر رقمهم على عينيهم. بعدها بيقف تانجيرو معاهم شويه وبيودعهم وبيمشي. ووجهته التاليه بتكون الجنوب الشرقي. الواد يا عيني من ساعه ما تعين كقاتل شياطين وهم مش فاهمينه تقولش ما صدقوا يا جدع. وبالفعل تانجيرو بيروح وبيقابل في طريقه واحد من الخمسه اللي نجحوا في اختبار البقاء وبيروحوا للمكان المقصود وتانجيرو بيشم ريحه غريبه. في نفس الوقت ده الشخص ده والذي يدعى بزينسو بيسمع صوت مرعب وفجاه بيلاقوا شخص بيترمي من البيت وبيلفظ انفاسه الاخيره. وبالفعل من قبل ما يلحقوا يعملوا اي حاجه بيموت ما بين ايدين تانجيرو. تانجيرو بيسيب نيزوكو عند الطفلين الموجودين وبيدخل هو وزينسو ولكنهم بيلاقوا طفلين جايين وراهم وهم خايفين وفجاه بيسمعوا صوت طبول وفي كل مره مكانهم بيتغير وفجاه بيظهر شيطان لتانجيرو. تانجيرو اول ما بيشوفه بيهجم عليه ولكنه بيقلب الاوضه في ثواني. على الناحيه الثانيه بيكون زينسو عاملها على نفسه من الخوف وبيحاول يفتح اي باب ويهرب ولكنه بيتفاجئ بشخص غريب بقناع خنزير. لا يعني من قله الاقناع رايح تلبس خنزير انت خنزير فعلا يا اخي. وفجاه بياخد بعضه وبيجري وبيروح عند كامادو تانجيرو وبيهجم على الشيطان ولكن الشيطان بيفضل يقلب في الغرفه وبيبدل الاماكن وبيفضل يمشي تانجيرو مع البنت لحد ما بيوصل الغرفه. واول ما بيفتحوها بيلاقوا جواها واحد ومعاه الطبله اللي بتغير الاماكن وبيطلع الشخص ده هو اخو البنت اللي مع تانجيرو وبيحكي لتانجيرو اللي حصل معاه وازاي قدر يحصل على الطبله اللي معاه. ولكن في وسط كلامهم بيدخل عليهم واحد من الشياطين. تانجيرو بيهجم عليه فورا ولكنه بيفضل يغير ويقلب في الغرفه وبيهجم عليه ولكن تانجيرو بيركز على اخره وبيستخدم تنفس الماء وبيهجم عليه وبيقطع له راسه. الله يخرب بيت ده فايت يا جدعان. بس تعمل ايه يا حبيبي هي دي حقيقه انك تواجه شيطان من الاقمار. تانجيرو بيسحب عين الدم منه وبيروح ياخد العيال الصغيره وبيروح للمخرج. على الناحيه الثانيه بيكون الراجل براس خنزير ده
قابل شيطان من الشياطين، ولكنه في ثانيه واحده حرفيا بيهجم عليه وبيشرحه وبيروح باتجاه المخرج. يرجع بقى تاني لزينسو اللي بيكون شغال صياح وحاجه عره والله، وبيزيد التنبله معاهم وبيطلع لهم شيطان بيفضلوا يجري منه وهو بيجري وراهم لحد ما بيدخل الغرفه، واول ما بيوصل لهم زينسو من الخوف بيغمى عليه. يا جدع انا مش فاهم ايه لازمتك في الانمي ده غير الصياح. الواد يعني بيحاول يجر ويهرب بيه، ولكن ده ولا هنا. وقتها الشيطان بيهجم عليهم والواد بيصرخ، ولكن فجاه بنلاقي لسانه اتقطع. زينسو لاول مره بياخد وضع الجد وحالته بتتغير تماما، ده حتى الشيطان بيترعب منه وبيستخدم تنفس الرعد الهيئه الاولى وبيقطع راسه في لمح البصر. يا رباه، وكنت مخبي كل الفخامه دي علينا يا جدع، ده انت طلعت جامد اهو يعني. ولكنه اول ما بيفوق من الهوا فيه وبيشوف راس الشيطان قدامه بيرجع لعياطه وصياحه العادي. يا ابني انا مش فاهم لك حاجه خالص. وفي وسط ما هو بيحاول يخرج من البيت الاوضه بتقلب بيهم وبيطلع بره المبنى وبيتقابل مع راس الخنزير اللي بيكون شامم ريحه شيطان طالع من الصندوق اللي جواه نيزوكو وبيكون عايز يقتلها، ولكن زينسو بيحمي الصندوق بحياته لمجرد بس ان سمع تانجيرو بيقول ان الصندوق ده اهم من حياته كلها. والله يا جدعان زينسو ضربوله بس هو يبطل حركاته دي. وفي اللحظه دي بيوصل لهم تانجيرو، ولكنه اول ما بيطلع بره بيلاقي ابو راس خنزير ماسك زينسو ونازل فيه ظهره، وكل ده علشان زينسو بيحاول يحمي الصندوق اللي جواه نيزوكو والتاني عايز يقتلها. وبيتعصب على اخره وبيهجم عليه وبيديله واحده في بطنه كسرت له عظمه حرفيا، وبيفضلوا يتقاتلوا شويه مع بعض لحد ما تانجيرو بيجيب الروسيه بتوقع القناع اللي على وشه وبيغمى عليه تماما. واول ما بيفوق بيعرفوا ان اسمه اينوسكي، وبيظهر لهم الغراب وبيقول لهم تعالوا ورايا، وبياخدهم عند شقه ست عجوز بياكلوا بيشربوا بيناموا بيتعالجوا وبيظبطوا امورهم على الاخر. واول ما بتطلع نيزوكو من صندوقها لاول مره قدامهم زينسو اول ما بيشوفها بيقلب على وضع يا اخي والله انت مشكوك في امرك يالا. بعدها بيجي لهم الغراب وبيقول لهم مهمتكم الجايه في الشمال الشرقي، وبالفعل بيتجهزوا وبيروحوا لهناك. واول ما بيوصلوا تانجيرو بيشم ريحه غريبه، بيجروا باتجاه الريحه دي وبيتفاجئوا بفرد من قتله الشياطين مرمي على الارض وبيطلب منهم المساعده، ولكنه فجاه وبدون مقدمات بيتسحب بخيوط غريبه للغابه. تانجيرو واينوسكي بيدخلوا للمكان ما عدا زينسو الجبان اللي بيرفض يدخل، وهم جوه بيتفاجئوا ان المكان مليان بخيوط العناكب، وبيشوفوا واحد من بعيد فبيروحوا له وبيقولوا له انهم من رتبه الميزونوتو. الواد بيتضايق وبيقول لهم ايه الهبل ده، ازاي ما يبعتوش واحد من الهشره؟ والهشره دول يا اصدقاء هم اقوى الصيادين على الاطلاق، وبيحكي لهم ان هو دخل الغابه دي مع مجموعه من الصيادين، ولكنهم فجاه واول ما دخلوا الغابه بداوا يقتلوا في بعض بشكل غريب وكأن في حد بيتحكم فيهم. وفي وسط ما هو بيحكي لهم بيطلعوا عليهم الشباب وبيهجموا عليهم، ولكن تانجيرو بيشوف الخيوط اللي عليهم وبيقطعوها. واينوسكي هو الثاني بيستخدم قدره الوعي المكاني وبيقدر يحدد مكان الشيطان اللي بتتحكم فيهم، وبالفعل بينطلق باتجاهها، ولكنها بتفضل تتحكم في اجسام فايله قتله الشياطين وبتخليهم يحاربوهم، ولكنهم وبذكاء منهم بيثبتوهم في الاشجار علشان يوقفوهم من غير ما يقتلوهم. ولكن الشيطانه بنت الكلب بتقتلهم كلهم وبتبعت لهم اقوى دميه عندها، ولكنهم بيتحدوا عليه وتانجيرو بيقطع له رجليه واينوسكي دراعاته وبيفلقوا اينوسكي النصين، وبيرمي تانجيرو في السماء وبيحدد مكان الشيطان، وفي لمح البصر بيهجم عليها وبيقطع راسها. وفي اخر لحظاتها وقبل ما تموت بتقول له في واحد من الاقمار الاثنى عشر هنا، خد بالك كويس. يرجع بقى تاني زينسو اللي بيكون قاعد لوحده بره الغابه ومش عايز يدخل، ولكنه بمجرد ما بيفتكر ان نيزوكو جوه مع تانجيرو بيدخل زي المجنون، ولكنه اول ما بيتعب من الجري وبيقف يرتاح شويه بيلاقي في شيطان طالع له وبيجري وراه زي اللهبل، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لمكان مليان بالجثث، وبيطلع له شيطان على شكل عنكبوت وبيقول له مش مهم هتهرب لفين انت خلاص مت بالفعل. زينسو ما بيكونش فاهم حاجه، ولكنه اول ما بيبص على ايده بيلاقي شكلها غريب جدا، والشيطان بيقول له ده سم يا معلم بسبب انك اتعرضت لعضه عنكبوت، وفي خلال 30 دقيقه من دلوقتي هتشرف العيله. زينسو بيسمع الجمله دي وبيغمى عليه من الخوف وبيقع من على الشجره، ولكنه قبل ما بيوصل حتى للارض بيفعل وضع زينسو الجاحد وبيستخدم تقنيه تنفس الرعد الهيئه الاولى وبيتفادى ضرباته وبيهجم عليه وبيقطع له راسه. يا رباه على فخامتك يا زينسو، والله يا جدعان الواد ده فشيخ خالص لما يسترجل، ولكنه وللاسف وحتى بعد ما خلص عليه ده ما منعش من استمرار سريان السم في جسمه، وسنه في سنه بيبدا يغمى عليه وحالته بتسوء جامد وخلاص هيموت. ولكن في اللحظه دي بتتدخل الهاشيرا شينوبو وبتحقنه بمصل معاها وبيلفوه زي الموميا وبيبقى زي الفل. يرجع بقى تاني تانجيرو واينوسكي اللي بيكونوا ماشيين وبيظهر قدامهم شيطان عملاق بيهجم على اينوسكي، ولكن تانجيرو بيحاول يقطع دراعه، ولكن ده ما فيش خالص يا معلم، وبيطيرهم هم الاثنين وبيفضل يجري ورا اينوسكي، ولكن تانجيرو بيقطع شجره وبتنزل عليه وبيحاول يجهز عليه، ولكنه بيقوم من تحتها وبيخبط تانجيرو وبيرميه في اخر الغابه، واينوسكي بيستخبى ولكنه بيعرف مكانه وبيفضل يجري منه، بس الغبي بيرجع وبيهجم عليه من تاني وبالفعل بيقدر يقطع دراعه. الشيطان بيتقلب وبيهرب منه، واللهبل بيفتكر انه خايف منه، ولكنه فجاه بيغير شكله وهالته قوته بتبقى في ليفل تاني خالص، وبيدي له واحده بتجيب اجره في الشجره وبيمسك من راسه وبيضغط عليها وخلاص حانت النهايه. ولكن في اللحظه دي بيظهر الهاشيرا جيوتو ميوكا وبضربه واحده بس بيشرحوا الحتت وبيخلص عليه، وبيربط اينوسكي اللهبل مكانه وبيروح بسرعه على مكان تانجيرو اللي بيكون اترمى اخر الغابه، وبيقع عند شيطان ماسك واحده وبيعذبها، ولكن تانجيرو بيتعصب عليه وبيقول له علاقتكم مزيفه يالا. الشيطان بيتعصب جدا وبيطلق الهاله بتاعته، وتانجيرو بيتجمد مكانه ولكنه بيستجمع قوته وبيهجم عليه، ولكن سيفه من قوه الخيوط بيتكسر وبيجمع شبكه من الخيوط وخلاص تانجيرو هيتقلب شاورما، ولكن في اخر لحظه بتطلع نيزوكو وبتاخد الضربه مكانه. الشيطان بيشوف الحركه دي وبتعجبه جدا وبيقول له انا عايز اختك، لو اديتهاني فانا هسيبك تمشي، ولكن تانجيرو بيقول له اختي مين يلا اديها لك، وانت تعبت في دماغك يلا ولا ايه؟ انت عند امك يلا يا اخي، ده الموت ولا شرف يعني. الشيطان وقتها بيتعصب من كلام تانجيرو وبيكشف عن عينه، اوبا ده طلع القمر الخامس من الاقمار الاثنى عشر الدنيا، وفي ثانيه حرفيا بيطلق مجموعه من الخيوط وبيخطف نيزوكو. تانجيرو بيتعصب وبيهجم عليه ولكنه بيوقفه وبيعلق نيزوكو في الهواء بالخيوط، وحرفيا بينزل في تانجيرو غسيل ومكوى وبيفضل يعذب في نيزوكو اكتر. تانجيرو وقتها بيفقد اعصابه وبيتعصب جامد وبيستخدم الهيئه العاشره وبينطلق عليه وبالفعل بيصد خيوطه، ولكن هل كل ده كافي لهزيمه شيطان من الاقمار؟ ابدا والله. الشيطان وقتها بيستخدم الفن الدموي الشيطاني بتاعه وناوي يجهز على تانجيرو، ولكن تانجيرو بيتعصب اكتر وبيستخدم التقنيه الاخطر
هو بيتفادى وبيقطع كل الخيوط وبيهجم عليه وبيدعم قوه الناس الكوريه بيقطع راسه. ولكن هتفتكر بكده ان الشيطان خلاص مات يا صديقي؟ كان نفسي والله. ولكن ابن الكلب بيقوم من مكانه وبيركب راسه وكأن شيئا لم يكن وبيحاول تانجيرو بالخيوط وكان هيخلص عليه. ولكن في اخر لحظه بيتدخل توميوكا وبينقذ تانجيرو. في اللحظه دي الشيطان بيجمع قوته وبيحاول يخلص على توميوكا، بس روح العب على قدك يابا. في غمضه عين حرفيا بيكون توميوكا قاطع له راسه. وفي نفس الوقت ده على الناحيه الثانيه بتخلص شينوبو على اخته. تانجيرو بيستشعر كميه الهاله الحزينه اللي طالعه منه وبيتعاطف معاه وبيروح لتوميوكا وبيقول له اياك تتعاطف ابدا مع شيطان بياكل البشر. وفي وسط ما هو بيتكلم معاه بتهجم عليهم شينوبو وبتحاول تقتل نيزوكو، ولكن توميوكا بيصد ضربتها وبيقول لتانجيرو خد اختك واهرب بسرعه يا تانجيرو. وبالفعل تانجيرو بياخدها وبيهرب، ولكنها بتنطلق وراه وبتتقاتل هي وتوميوكا. وفي اللحظه دي بيظهر لهم الغربان وبيقول لهم في خبر مهم جدا من المقر، اعتقلوا كامادو تانجيرو وشيطان نيزوكو وهاتوهم للمقر. وبالفعل بياخدوهم كلهم وبيودوا تانجيرو المقر الحشره، وكلهم بيجتمعوا على امر واحد بس وهو انهم يقتلوه هو واخته. حشره الحشرات والتي تدعى شينوبو بتسال تانجيرو عن سبب تجوله مع شيطان وبيحكي لهم القصه كامله، ولكن ولا واحد فيهم بيصدقوا. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم واحد من الحشره وماسك صندوق نيزوكو وبيطلع سيفه وبيطعن نيزوكو علشان يثبت لي كلام تانجيرو غلط. تانجيرو بيتعصب جدا وبيقول لهم اي حد هيقرب لاختي سواء كان من الحشره او غيره فانا هفشخه، ولكنه بيستهزئ بكلامه وبيطعنها اكتر. تانجيرو وقتها بيفقد اعصابه، وعلى الرغم من انه مصاب ومربوط وبيواجه شخص اخو منه بكتير الا انه بيرزعه روسيا نيمته على الارض. في اللحظه دي بيدخل عليهم شخص باين عليه انه تعبان خالص، ولكنهم اول ما بيشوفوه بينحنوا احتراما ليه. ولما بيسالوا عن تانجيرو بيقول لهم انا قررت اعفائه، وبيقرا عليهم رساله اوروكوداكي واللي بيقول فيها ان نيزوكو شيطانه طيبه وعاشت سنتين كاملين من غير ما تاذي اي انسان. ولكن سانمي بيتعصب وما بيقتنعش باي كلمه اتقالت وبيطلع سيفه وبيجرح نفسه وبيطعن نيزوكو وبتطلع من الصندوق وبيحاول يغريها بدمه، ولكنها قدام الكل بترفض. وقتها مولاهم وسيدهم الذي يدعى اوبوياشكي بيقول لهم كده تم اثبات حقيقه نيزوكو. وقتها بتقترح شينوبو انها تاخد تانجيرو عندها للبيت، وبالفعل بيجوا اثنين وبياخدوه على هناك. والصدفه العجيبه انه بيقابل زينسو واينوسكي هناك، بيقعدوا هناك وبيتعالجوا وبتجي لهم شينوبو وبتقول لهم يلا علشان هنبدا التدريب التاهيلي. بيمرنوهم على الاسترتشات وردة الفعل والقوه والسرعه وحاجه اخر بهدله، وكمان بتوصل لهم سيوف بدل اللي اتكسرت منهم. وبتجي لهم مهمه في الغرب مع هاشيرا لها برينج كوكيوجيرو، وبالفعل بيجهزوا وبيودعوهم. على الناحيه الثانيه بيكون كيبيتسوجي موزان مجتمع مع المتبقي من الاقمار ال12 الدنيا وعمال يشتم فيهم ويقول لهم انا مش عارف انتوا ايه لازمتكم، الاقمار العليا ما حدش قادر عليها وانتوا كل شويه واحد يموت منكم. وبيتعصب وبيقتلهم كلهم واحد واحد، ما بيفضلش منهم غير اخر واحد. فبيقول له عندك اي كلمه اخيره؟ وهاتك يا مسؤول التطبيل اتفتحت. ايوه طبعا امال ده انا ليا الشرف اني اموت على ايدك، ده انا بسالت الناس اخر واحد ده كل واحد بيسكت كلبه بس مش عايز اقول لك يا ولد الكلب هو التطبيل السر. وبالفعل موزان بيرتاح له وبيدي له جزء من دمه وبيخليه اقوى واقوى وبيبعته لقطار موجود في الغرب. وانتوا عارفين بقى مين اللي على القطار ده؟ الثلاثه يا صديقي. هو مش بس كده، دول كمان معاهم هاشيرا لها برينج كوكيوجيرو. بس قبل ما نكمل صلي على النبي كده في قلبك وخلونا نرجع بالاحداث لورا شويتين. في الوقت ده بيكون رينجوكو قاعد في مطعم اكله جامد ولكنه ما فيش زباين خالص، فصاحب المطعم بيقول له كل ده بسبب حوادث قطار موجن اللي فاتت. ايش قاعد بتقول ان في اكتر من 40 راكب اختفى من غير اي اثر، ده غير عامل القطار اللي لقوه متشرح وغرقان في دمه. وقتها بيقرر رينجوكو انه يروح يفتش المحطه اللي حصل فيها حادث العامل، بعدها يروح لقطار موجن. وبالفعل بيروح هناك ولكنه ما بيلاقيش حاجه، فبيروح عند قطار موجن واللي بيكون متعطل وتحت الصيانه وقتها. والعمال بيعرفوه انه بكره بالليل القطار هيرجع يشتغل تاني. ولكن في اللحظه دي وفي وسط ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت صراخ فجاه، بيجروا على الصوت وبيلاقوا في شيطان ماسك عيل صغير وبيفضل يستفز رينجوكو بالكلام ويتفشخر بسرعته. ولكن في لمح البصر رينجوكو بيهجم عليه وبيقطع له دراعاته وبينقذ الطفل. ولكن الجمال بياخد بعضه وبيهرب وبيروح عند الاثنين اللي كان واقف معاهم من شويه. البنت بتحاول تجري منه ولكنه في ثانيه بيلحقها وكان لسه هيخلص عليها، ولكن بيلحقوا رينجوكو وبينقذ البنت وفي ثواني وفي لمح البصر بيقطع له راسه. يا رب هي دي قوه هاشيرا لها برينجوكو كوكيوجيرو. وثاني يوم بيركب قطر موجن وبيستشعر قوه وهره الشيطان اللي عليه. ووقتها بقى بيتقابل معاهم بيقعدوا يتكلموا شويه وكعادتهم سياح على طول، وبيجي لهم الكمساري يشوف تذاكرهم. وفجاه الكهرباء بتفضل تروح وتيجي وبيظهر لهم شيطان من العدم. ولكن على مين بس يا حبيبي؟ انت قدام الرينجوكو كوكيوجيرو، ما فيش يا معلم، في ثانيه حرفيا بيفجروا تماما. ومسافه ما خلصوا الاولاني بيظهر لهم واحد تاني، بس وعلى راي المثل يلا اللي بعده يا هناه يا سعده، هي ضربه واحده بس بتجيبوا الارض. يا ديني على القوه يا جدعان. وبيفرحوا جدا وبيناموا كلهم. وفجاه بنشوف عامل القطار قاعد على ايد الشيطان وبيقول له انا عملت اللي طلبته مني، علمت على التذاكر بتاعتهم وخليتهم يناموا كلهم. وكمان بيكون في اطفال معاه فبيقول لهم انتوا بقى هتربطوهم من غير ما يحسوا وهتستنوا اشارتي. يا ولد الغداره بس ليه كل ده؟ تعال بقى يا صديقي احكي لك الحكايه من الاول. الشيطان ده هو نفسه اللي بعته موزان للقطر، والفن الدموي بتاعه هو الاحلام، يقدر يدخلك في اي حلم ويتحكم في احداث الحلم كمان. ولما وراهم قدرته دي فرحوا جدا وكل واحد طلب حلم منه، فضحك عليهم وخلاهم يساعدوه في خطته. وخطته ببساطه هي ان هو عمل تعويذه وخرط دمه بالحبر اللي على تذاكر، وبمجرد ما هترمي التذكره مشبك الكمساري هتتفعل التعويذه وهيدخلوا كلهم في النوم، وهيربط الاطفال معاهم بالحبال علشان يقدروا يدخلوا احلامهم معاهم ويقتلوهم. وبالفعل وفي خلال الوقت ده كله بيكون كل واحد فيهم في حلم شكل، اللي بيحلم انه رجع لعيلته، واللي بيحلم ان هو عايش مع نيزوكو يا ابن الكلب يا هايف، واللي بيحلم انه بيبلغ ابوه انه بقى من الحشره. وفي اثناء كل ده بيدخل واحد منهم لحلم تانجيرو اللي بيكون غارق في حلمه مع اهله، لدرجه انه بيفتكر ان فكره موتهم هو اللي كان حلم ذات نفسه. وفي خلال كل ده بتكون نيزوكو ما تاثرتش بالنوم لانها شيطانه اصلا، وبتحاول تصحي تانجيرو اللي بيكون ادرك ان هو جوه حلم ولكن مش عارف يخرج منه ازاي. وفجاه بيجي له طيف لوالده وبيقول له في حاجه لازم تقطعها يا تانجيرو. تانجيرو بالفعل بيدرك ان الحاجه دي هي راسه، بيترد طبعا ولكنه بيجمع شتات نفسه وبيقطع راسه. يا دين امي تانجيرو مجنون يا جدعان. واول ما بيخرج من حلمه بيخرج معاه اللي كان عايز يقتله في الحلم، وبيدرك ان ده كان من فعل الشيطان عن طريق التذاكر، وبيحاول يصحي البقيه ولكنهم ولا هنا. في الوقت ده الاطفال بيتجمعوا عليه ولكنه بيفقدهم الوعي كلهم، وبينطلق على مكان الشيطان وبالفعل بيقابله، وبيستغرب من قوه شخصيه تانجيرو وارادته اللي خلته يقدر يطلع من الحلم. ومش بس كده، ده كمان بيشوف الحلقان بتوع تانجيرو وبيعرف ان هو الشخص اللي موزان عايزه وبيطير من الفرحه. ولكن تانجيرو بيتعصب جدا وبيستخدم قوته وبيهجم عليه، ولكنه بيستخدم فنه الشيطاني وبيفضل ينومه كل شويه. وفي نفس اللحظه اللي تانجيرو بيدخل فيها الحلم بيقطع راسه فيها وبيرجع للواقع، وبيفضل على الحال ده الشيطان ينوم فيه وهو
وهو يقطع راسه لحد ما بيطفح بتانجيرو الكيل وبيقطع له راسه، ولكنه بيتفاجئ انه حتى وبعد ما قطع له راسه ما ماتش ولا حاجه. وبيقول له انت اكيد مستغرب صح؟ لما كنت نايم يا حبيبي انت واصحابك تحت وبتشخروا اندمجت مع القطار بالكامل، كل حته في القطار ده هي جزء من جسمي دلوقتي. وبيدخل جوه القطار وتانجيرو بيصرخ على اصحابه، وبالفعل وبفضل مساعدات نيزوكو بيصحى اينوسكي وبينزل تقطيع في جسم الشيطان وبيحمي الركاب، والشيطان ابن الكلب بيضخم حجمه اكتر وبيبدا يهاجم في الركاب، ولكن تانجيرو ونيزوكو بيفضلوا يحموهم. ولكن الشيطان ابن الكلب بيكون سريع جدا وبيقدر يكتف نيزوكو تماما. وفي اللحظه دي كان نفسي يقول بيصحى، ولكن وهو لسه نايم بيظهر زينسو وبيشرح الدنيا بمعنى الكلمه وبينقذ نيزوكو وبيرجع يكمل نوم اكتر ما هو نايم اصلا. والله يا جدعان زينسو ده مسخره خالص. في نفس الوقت ده بيكون تانجيرو عمال يحمي في الركاب وبيقول لنفسه لو فضلنا على الحال ده فاحنا هنموت كلنا موته بطيئه. الله يخرب بيتك يا عم رينجوكو قاعد نايم له وبتشخر والعيال بتتفشخ، يا اخي استحي على دمك ده انت من الهاشره يعني. وبالفعل في اللحظه دي بتكون في بنت دخلت لحلم رينجوكو وبتوصل لجوهر روحه، ولكن قبل ما تلحق تعمل اي حاجه المعلم رينجوكو بيمسكها يخنقها وبيفوق من الحلم وبيستخدم قوته وبيدمر المكان بالكامل. ايوه كده يا عم ورينا حاجه من حركاتك. وبيقول لتانجيرو القطار مكون من 8 عربات، انا هحمل 5 اللي ورا وانتوا روحوا كلكم للثلاثه اللي قدام واقضوا على الشيطان. وبالفعل بينطلقوا الى مقدمه القطار والشيطان بيكتف اينوسكي، ولكن تانجيرو بيقطعه في ثواني وبيعرف تانجيرو ان الشيطان تحتيهم على طول. وبالفعل اينوسكي بيقطع اللحم وبيشوفوا عظم رقبته، وتانجيرو كان لسه هيقطعها ولكنه بيتجدد في ثواني. فبيتفق تانجيرو واينوسكي على خطه وهي انهم هيهجموا ورا بعض على طول، واحد يقطع اللحم والثاني وراه على الرقبه على طول. واول ما بيبداوا تنفيذها الشيطان بيطلع كميه عيون لا حصر لها، ولو عينك وقعت بالغلط على اي واحده منهم هتدخل في الحلم يا معلم. وبالفعل بيفضل تانجيرو كل شويه يدخل في حلم منهم ويقتل نفسه، لدرجه انه في مره افتكر نفسه في الحلم وكان هيقطع راسه في الحقيقه لولا اينوسكي اللي لحقه في اخر لحظه. وده ببساطه بسبب ان قناع الخنزير بتاع اينوسكي مخلي الشيطان مش عارف هو باصص فين بالظبط. وفجاه بيظهر عامل القطار الكلب من وراهم وبيطعن تانجيرو في بطنه. الله يخرب بيومكم الواد هيلاقيها من هنا ولا من هنا. والتاني بيستغل الموضوع وبيزود الطين بله وبيكثف هجومه عليهم، ولكنهم بيتحدوا مع بعض وبيصدوا ضرباته كلها وبينفذوا خطتهم. وبالفعل تانجيرو بيقطع راسه وبيبدا القطار في تلاشي وبيتقلب بيهم، واخيرا بيموت الشيطان. وبيروح رينجوكو عند تانجيرو وبيعلمه ازاي يستخدم التنفس علشان يوقف النزيف. وبالفعل تانجيرو بيوقف النزيف، ولكن في اللحظه دي بيظهر شيطان تاني في المكان وهالته مختلفه تماما. يا نهار اسود ده القمر الاعلى الثالث، وفي غمضه عين بيهجم على تانجيرو ولكن رينجوكو بيحميه، والشيطان بيتجدد في ثواني وبيقول له انت شكلك عاجبني ايه رايك تتحول شيطان معانا. ولكنه طبعا بيرفض وبيقول له انا هشيل اللعب رينجوكو كيوجيرو. والشيطان بيقول له وانا الاعلى الثالث كذا، وبيفعل الفن الدموي بتاعه وبيشتبكوا مع بعض. رينجوكو بيقطع فيه وده بيتجدد في ثواني وبيستعمل اسلوب الهواء وبينزل في كيوجيرو ضرب من غير ما يقرب منه حتى، ولكن رينجوكو بيستخدم الهيئه الرابعه وبيصد ضرباته وبيشتبكوا مع بعض من ثاني، والفايت ما بينهم مولع خالص. يسعد الفخامه كذا بيفضل يدعوه انه يتحول لشيطان، ولكنه في كل مره بيرفضوا وبيشتبكوا مع بعض. ولكن وعلى الرغم من قوه وسرعه ومهاره رينجوكو الا ان اكازا بيجرحه وبيفقع له عينه وبيهجموا على بعض باقوى تقنياتهم، ولكن اكازا بسهوله بيفضل يعالج في جراحه وبتبدا تبان علامات التعب على رينجوكو كيوجيرو. وقتها رينجوكو بيستخدم هجومه الاقوى والاخير عليك حقا ان تصبح شيطانا يا كيوجيرو. واكازا كمان بيتحمس وبيهجم بالاسلوب المدمر وبينجح رينجوكو انه يصيبه اصابات بليغه، ولكن لما النار بتختفي بنلاقي ايد اكازا مخترقه جسم كيوجيرو. يا ابن الكلب ضحى بنفسه علشان يحاول يعمل اكبر ضرر ممكن للشيطان، ولكنه بيجدد جسمه بكل سهوله وبيقول له انضم لينا بسرعه قبل ما تموت يا رينجوكو. ولكن ده هشل لها بالرينجوكو كيوجيرو يلا بيحط السيف على رقبته وبيصرخ وبيبدا يحز فيها. اكازا بيحاول يضربه ويفلت منه ولكنه بيثبته وبيقطع رقبته اكتر. وتانجيرو واينوسكي هم التانيين بيحاولوا يساعدوه والشمس كمان بتبدا تظهر وشكلها نهايتك يا اكازا. ولكن ابن الكلب لما بيشوف ان مفيش مفر بيقطع دراعاته وبيجري على الغابه علشان يحمي نفسه من الشمس. تانجيرو بيجري وراه وبيرمي السيف عليه وبيرشقه له في قلبه وبيقول له تعال هنا يا جبان يا ابن الكبانه ما تهربش. ولكن اكازا بيبص له وبيقول له اهرب منك انت يا حته عره، انا بهرب من ضوء الشمس مش اكتر. وبالفعل بيهرب. تانجيرو بيفضل يصرخ ويبكي ولكن رينجوكو بيقول له كفايه كده بطنك مصابه وبطريقتك دي الجرح هيتفتح تاني، تعال اقعد جنبي يا تانجيرو خلينا نتكلم للمره الاخيره. وبيقول له روح لبيت العائله بتاعنا يا تانجيرو هتلاقي هناك ملاحظات سابها هشرا لها بالسابقين وممكن تلاقي فيها حاجه هناك تخص تقنيه هينوكامي كاجورا بتاعتك. والنزيف بيبدا يزيد اكتر واكتر وتانجيرو بيقول له حاول توقف النزيف بالتنفس، ولكن خلاص رينجوكو كان بيموت بالفعل وبيوصيه على اخوه وابوه وبيقول له انا بعترف باختك كعضو في فريق قتله الشياطين يا تانجيرو، امضي يا تانجيرو انت واصدقائك وارفع راسك وخليك قوي انا اؤمن بيك يا تانجيرو. ويقول هذه الكلمات ويموت هشرا اللاعب رينجوكو كيوجيرو وبيبكوا كلهم حزنا والما على فراق هذا الهشر العظيم، ستظل دائما في الذاكره يا هشرا اللاعب رينجوكو كيوجيرو. بعدها بيوصل الخبر لكل اعضاء الهشره وبيحزنوا على موته وبيروح اكازا الموزان اللي بيكون متنكر على هيئه طفل وبيقول له انا جيت اقدم تقريري، والموزان بيقول له لقيت اللي انا طلبته منك. اكازا بيقول له لا للاسف ما قدرتش احدد مكان زهره ذنبقه العنكبوت الزرقاء، بس وانا بدور عليها قابلت احد الهشره وقتلته، اطمن يا سيد موزان. كيبوتسوجي موزان وقتها بيتعصب عليه وبيقول له هو انت فاكر اني هزمتك لهشره واحد بس بانجاز؟ هزيمه شيطان البشري هو امر مسلم بيه. وبيتعصب عليه اكتر وبسبب الهاله بتاعته، بس اكازا بيجيب دم من كل حته وبيقول له واضح انك ضعفت خالص يا ثالث الرتب العليا اتنيل تمشي. اكازا وقتها بيمشي وهو بيولع من الغيظ وبيمسك سيف تانجيرو وبيفتته حرفيا، ما هو ده اخرك يلا تجري من الشمس وتفش غلك في السيف يا شيخ تلاهي. نرجع بقى تاني لتانجيرو اللي بياخد رساله رينجوكو وبيروح بيها لبيت عائلته، بيقابل هناك اخوه الصغير وابوه، ولكن ابوه بيكون عكس التوقعات تماما. اول ما بيشوف تانجيرو بيقول له مش عايزين نعرف حاجه عنه، هو اصلا مجرد طايش وضعيف وملهوش اي لازمه. تانجيرو بيتعصب عليه وبيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وفي اللحظه دي بيشوف الاقراط اللي في ودان تانجيرو وبيقول له انا عارف الحلقان دي كويس، انت اكيد حامل لتقنيه تنفس الشمس مش كده؟ تانجيرو ما بيكونش فاهم اي حاجه ولكن ده بيهجم عليه على طول وبيثبته. تانجيرو وقتها بيفلت منه وبيتعصب عليه وبيقول له يا عم انت عمال تشتم في ابنك اللي لسه ميت وبتضرب في الثاني، هو انت في حاجه في دماغك يا عم انت؟ فبيقول له انا عارف انك بتضحك علينا، انت اكيد مستخدم لتقنيه تنفس الشمس، اول تقنيه تنفس اتكونت على الاطلاق. تانجيرو وقتها بيتعصب عليه بيقول له انت مش شايف انا قد ضعيف ومحبط وماليش اي لازمه، لو كان معايا حاجه زي دي كان زماني ساعدت كيوجيرو على الاقل. وبيدي له واحده بالدماغ جابت اجله وبيقعد بعدها مع اخوه وبيعتذر لهم وبيبلغهم برسالتين وبياخد منه كتاب سجل هشيرا لها، واخوه
وبيديه واقية السيف بتاعت رينجوكو وبيمشي وبيروح يبلغ والده برسالة ابنه كيوجيرو اللي بيقول له فيها خد بالك من نفسك. وبعد ما بيطلع بيفتكر وبيبكي. ما انت كويس اهو يا عم، امال نازل ضربه وشتيمه في العيال ليه؟ بعدها بيرجع تانجيرو لباتشينوبو وبيفضلوا يتمرنوا كلهم لمده 4 شهور. وقتها بتيجي مهمه تانجيرو في الجبل وبالفعل بيروح هناك وبيقابل الشيطان وبيخلص عليه بسهوله هو ونيزوكو. ولما بيرجع بيقابل هاشيرا صوت اوزوي تنجن واخد البنتين دول وعايزهم في مهمه محتاج فيها بنات معاه وبيتعصب عليه وبيقول له سيب البنات احنا هنروح معاك. وبالفعل بيوافق وبيروح بيهم لحي يوشيوارا وده مكان موجود فيه كل حاجه استغفر الله. وبيقعد معاهم وبيقول لهم بصوا بقى اول ما تتسللوا في الحي انا عايزكم تدوروا على مراتي. زينسو بيتعصب عليه بيقول له انت جايب المسافه دي كلها علشان ادور على مراتك يا عم انت انا مال انا. وتانجيرو بيقول له طب المفروض نعمل ايه يعني؟ فبيقول له هتتنكروا اكيد. انا دخلت زوجاتي الثلاثه هنا علشان يجمعوا لي اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشياطين ولكن اخبارهم اتقطعت فجاه من فتره. وبالفعل بيخلوهم يتنكروا ويحطوا مكياج وبيبيع فيهم واحد ورا الثاني. اضحكوا معايا يا جدعان، هم المفروض حاطين مكياج علشان ما حدش يتعرف عليهم ولكن عمنا اينوسكي لما شالوا الميك اب عجبهم اكتر. والله انا مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. المهم ان كل واحد فيهم بيروح لبيته وبيندمجوا معاهم وبيسال تانجيرو واحده منهم عن سوما ودي واحده من زوجات تنجن وبيضحك عليهم وبيقول لهم ان هي اخته الكبيره. يا اخي بالله عليك ده منظر وش واحد بيكذب. ولكنهم بيقولوا له انها مختفيه من فتره وشاكين في انها هربت مع راجل وما سابتش حاجه غير كتاب يومياتها. ولكن تانجيرو بيقول لنفسه اكيد اليوميات دي مزوره لان ببساطه لو في واحده اختفت الناس هتفتكر انها هربت مش اكتر ودي حاجه هتسهل جدا على الشياطين مهمتهم. على الناحيه الثانيه بيكون اينوسكي بيتمشى في البيت وبيسمع ناس بتتكلم عن مرات اوزوي وبيروح على المكان وبالفعل بيكون في شيطانه جوه مكتفه ماكيو وبتسمع خطوات اينوسكي وبتضغط على ماكيو وبتقول لها لو طلعت اي صوت هدمر اعضائك. ولكن اينوسكي بالفعل بيدخل وبيلاحظ وجودها وجديد في المكان رغم ان كل الشبابين متقفله وبيسمع صوتها في السقف وبيرمي عليها طبق الاكل وبيفضل يجري وراها ولكن بيضيعها. ده كمان بيدي واحد بوكس بالغلط بيخلفه حرفيا. على الناحيه الثانيه بيكون زينسو هو الثاني بيتمشى وبيسمع صوت واحده بتبكي بيجري بسرعه وبيروح لمصدر الصوت وبيلاقي عيله صغيره فبيتكلم معاها وبيحاول يهديها ولكنه فجاه بيحس بشعور مرعب وبتظهر من ورا واحده وبتشتمه وبتقول له انت بتعملي ايه هنا بالضبط وبتمسك البنت من ودانها لدرجه انها بتجيب دم. زينسو وقتها بيتعصب وبيمسكها من ايديها وبيقول لها بعيدي ايدك عنها فبتدي له قلم حكومه بتخليه يغمى عليه وبتبص لزينسو وبتعرف ان هو راجل اصلا وبتقول لنفسها رغم ضربتي ليه الا ان اصاباته طفيفه جدا ده اكيد فرد من فيلق قاتله الشياطين. ستوب بقى كده هنا يا معلم وتعالوا نرجع بالزمن يومين بس لورا. في الوقت ده بتكون صاحبه البيت قاعده مع البنت دي وبتقول لها انا مش فاهماكي خالص من ساعه ما تيجي هنا والبنات يا اما بيهربوا يا اما بينتحروا وكله بسبب افعالك وتنمرك عليهم لحد الموت. وبتقول لها من عده سنين لما كنت صغيره جدتي كلمتني عن اوريان معينه والاوريان ده يا صديقي هو البنات اللي زيها كده بيشتغلوا في اللي استغفر الله العظيم. المهم الشاهد في الامر انها كانت فائقه الجمال بس كانت طبيعتها ملتويه. جدتي كلمتني عليها وقالت لي انها شافتها وهي طفله وشافتها هي لما كان عندها 20 سنه وكلمتني عنها نفسها وهي في اخر عمرها. من الاخر كده هو انت مين بالظبط؟ هل من الممكن انك مش بشر اصلا؟ ووقتها بتظهر على حقيقتها وبتتحول وبتقول لها كان احسن لك انك ما تتكلميش وبترميها من السماء وبتلقى حتفها ولما بتنزل تحت بتتصدم لما بتشوفه كيبوتسوجي موزا وبيقول لها انا شايفك فرحانه في شغلك خدي بالك من نفسك يا باكي علشان اي حد من الحشره هيعرف ببساطه اننا شياطين. نرجع بقى تاني تانجيرو واينوسكي اللي بيكونوا مجتمعين مع بعض واينوسكي بيبلغ تانجيرو ان في شيطان في بيتهم وبيظهر تانجيرو وبيقول لهم زينسو مش هيظهر. انا ما كنتش عايز اقول كده ولكن واضح ان انا غلطت لما اقحمتكم في حاجه زي دي. واضح جدا ان الشيطان اللي موجود هنا هو من الرتب العليا خدوا بعضكم وامشوا من هنا احسن لكم. ولكن تانجيرو بيقول لاينوسكي ان في ممر داخلي واكيد الشيطان موجود هناك. انا حاسس ان زوجات تنجن لسه عايشين بما فيهم زينسو يلا بينا ندور عليهم. وبالفعل بيروح تانجيرو للاوريان بتاعه البيت وبيقول لها على حقيقته ولكنه بينصدم لما بتفاجئه وتقول له انا كنت عارفه اصلا من اول ما شفتك بس قلت لنفسي اكيد عندك اسبابك انت اكيد خايف على سوما. وتانجيرو بيقول لها ايوه هي دي غايتي اصلا من وجودي هنا وبيسيبها ويمشي. وبعد ما بيطلع على طول بتسمع صوت وراها وبتقول له ايه نسيت حاجه ولا ايه؟ ولكن المفاجاه ان دي الشيطانه يا جماعه القمر الاعلى السادس وبتلفها بالاشرطه بتاعتها وبتبدا تمتصها وده اللي بيفسر عن سبب اختفاء ومقتل ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت من غير اي اثر لاي جريمه. ولكن وقتها تانجيرو بيشم ريحه الشيطانه وبيوصل للمكان وبتهجم على تانجيرو في ثواني وبتلسعه في الحيطه. الواد يا عيني ما لحقش يستوعب اي حاجه من السرعه ولكنه بيقوم بيستخدم الهيئه الرابعه وبيقطع اشرطتها ولكنها بتعالج نفسها بكل سهوله وبتقول له انت مثابر جدا. تانجيرو وقتها بيفتكر كل اصدقائه وبيتعصب وبيهجم عليها بتنفس الشمس ولكنها بتكون اسرع منه وبتتفادى كل ضرباته ونتيجه استخدامه هينوكامي كاجورا كذا مره في وقت قصير ضربات قلبه بتزيد وجسمه كله بيتشنج وبتهجم عليه وبينقذ نفسه في اخر لحظه وبيشتبك معاها. ولكن وفجاه كل الاحزمه والاشرطه اللي انفصلت عن جسمها بترجع لها وشكلها بيتغير وبتبقى اقوى بكتير. بس اشمعنى يعني حصل الموضوع ده دلوقتي؟ لان يا صديقي قبلها بيكون اوزوي متسلل لاحد البيوت اياها وبيسال صاحب البيت عن مكان زوجته وبيقول له جاوب باختصار وما تسالش اي سؤال. فبيقول له ان زينكو اختفت وهينا تسورو مشيت. فبيقول له عندك اي حاجه ثانيه مفيده؟ فبيقول له ان في اوراين معينه تدعى اورابيني موجوده في الشمال ومنتشر عنها شائعات كتير. وبالفعل بيروح هناك وهو في الطريق بيقابل واحده من زوجاته وبيسالها عن اللي حصل معاها. فبتقول له انا ادركت ان الاوراين كانت شيطانه ولكنها اشتبهت بيا فعلشان كده شربت سم وحاولت امشي من البيت وقتها ادتني حزام كهريه ولكنه كان بغرض التجسس عليا وقتلي علشان كده ما كنتش قادر اتواصل معاك خالص. فبيسيبها وبيروح على مكان تانجيرو وهو في الطريق بيسمع صوت قتال تحت الارض وبيكسر الارض وبينزل لتحت. على الناحيه الثانيه بيكون اينوسكي هو تاني بيدور على الشيطانه وبيستشعر انها موجوده في مكان في البيت فبيكسر الارض وبيلاقي حفره وبيخلع مفاصله وبيدخل فيها زي البورص. والله يا جدعان اينوسكي ده ملوش حل بصراحه. وبالفعل بينزل لتحت وبيلاقي كل احزمه الشيطانه موجوده تحت الارض ومش بس كده دي كمان مخزنه فيها اجسام كل الناس اللي خطفتها. واول ما بينزل بتهجم عليه ولكنه بيقطع جزء من الاشرطه وبيخرج الناس اللي فيها وبيهجم عليه ولكنها بتهجم على الناس اللي هو حررها. ولكن وبالصدفه بيكون من ضمن الناس اللي هو خرجهم 2 من زوجات تنغن وبيساعدوها. وفجاه بيجي سيد النوم زينسو وبيديها واحده تنفس الرعد بيقطع كل حاجه. واينوسكي لما بيشوفه في المنظر ده بيقول له يا ابني انت والله احسن لك تفضل نايم على طول. صدقت يا ابني والله لما بينام بيعمل عظمه. وفي الوقت ده وبعد ما بينزل تنجن اللي تحت الارض بيوصل لهم وفي غمضه عين بيقطع كل الاشرطه. نرجع بقى تاني لتانجيرو اللي بيكون بيواجه الشيطانه بعد ما استخدمت كل الاشرطه اللي قطعها
تانجن والبقيه وبتدمر المكان وبتقتل ناس كتير. ولكن تانجيرو بيتعصب لدرجه ان الدم بينزل على عينيه وبيهجم عليها وبيقول لها ليه دوستي على ارواحهم؟ ايه الممتع في كده بالنسبه لك؟ وفي اللحظه دي بتحس انها سمعت الكلام ده قبل كده، ولكنها سريعا ما بتدرك انها مش ذكرياتها وانما ذكريات كيبوتسوجي موزان، وبتهجم عليه بقوتها كلها ولكنه بيستخدم هينوكامي كاجورا وبيقطعها وبيشتبكوا مع بعض اشتباك عنيف. ولكن تانجيرو بسرعته بيهجم عليها وبيقطع راسها ولكنها بتحول رقبتها الحزام علشان توقف سيفه وبتهجم عليه من تاني. ولكن تانجيرو بيصد كل ضرباتها وبيثبت كل شرايطها في الارض وبيهجم عليها في لمح البصر. ولكنه في اللحظه الاخيره اللي كان خلاص هيقطع راسها فيها نفسه بيتقطع وجسمه بيتشل مكانه وبيفضل يكح والدنيا بتسود قدامه. وفي اللحظه اللي كانت خلاص هتخلص عليه بتظهر نيزوكو وبتديها واحده بتطير راسها وبتهجم عليها ولكنها بتقطع لها ايديها ورجليها وبترزعها في الارض. ولكن نيزوكو بتجدد نفسها في ثواني وهالتها وشكلها بيتغيروا تماما وبتهجم عليها وبترزعها على الارض وبتدوس عليها برجليها. لا لا ايه القوه دي كلها يا نيزوكو؟ وبتفضل تدوس عليها ودي لها حول لها ولا قوه ولكنها بتتعصب جدا وبتقطعها شرايح. وفي اللحظه دي نيزوكو بتصلب دمها وبتجمع اطرافها وبتحرقها بفنها الشيطاني وبتنزل فيها ضرب وبتدخل وراها لاحدى البيوت ولكنها بتشوف واحده بتنزل فبتهيج عليها. ولكن في اللحظه دي بيتدخل تانجيرو وبيمسكها بالعافيه وبيحاول يهديها ولكن الشيطانه بتهجم عليهم والتانجر بينقذهم في اخر لحظه وبيقطع راسها. سحقا يا جماعه. وتانجيرو بيغني لاخته اغنيتها المفضله وبيهديها ولكن وحتى بعد ما قطع تانجر راسها الا انها ما ماتتش ولا حاجه. ومش بس كده ده كمان بيطلع شيطان من ظهرها وبيركب راسها اللي اتقطعت. هاشيرا الصوت بيهجم عليه ثواني ولكنه بيتفادى الضربه وبيجرحه وبيرمي عليه المناجل بتاعته ولكن تانجن بيتفاداها وبيستخدم الفن الدموي بتاعه ولكن تانجن بيفجر المكان وبينزل لتحت وبيصد ضرباته وبيرمي عليهم قنابل ولكنهم بيحموا انفسهم بسهوله وبيقول له ازاي انت لسه واقف قدامي مع ان السم دخل جسمك؟ فبيقول له السم مش بيأثر فيا يا حبيبي ولكن في الحقيقه السم بيكون بيأثر ولكنه بطيء بس مش اكتر. وبيرمي عليهم قنابل وبيقطع راسها وبيجرح الثاني. وفي الوقت ده بيوصل الثلاثه وبيهجم زينسو عليها وبيطلعها بره البيت وبيهجم الشيطان على تانجيرو وكان هيخرم راسه ولكن اوزوي بيبعده في اخر لحظه وبيشتبك معاه والشيطانه الثانيه بتنزل عليهم ضرب من فوقيهم وحرفيا الوضع بينفجر خالص. دول فاشكين بعض من فوق ودول تحت والوضع محتدم على الاخر. وفي الوقت ده بتيجي واحده من زوجات تانجن وبترمي عليهم سكاكين الكوناي وبيهجم اوزوي عليه وبيتجاهل السكاكين وبيقطع له رجله ولكنه ما بيقدرش يتجدد بسبب الماده اللي في الكوناي وبينطلق تانجيرو عليه وكان لسه هيقطع راسه ولكنه في اخر لحظه بيبطل السم وبيجدد نفسه وبيستخدم فنه الدموي عليهم ولكن تانجن بيبعد تانجيرو وبيستعمل تنفس الصوت وبيصد ضربته ولكنه بيختفي وبيمسك مراته والثانيه بتلفه بالشرايط فبيستخدم تانجيرو تنفس الماء مع هينوكامي كاجورا علشان يعرف يتحرك بسرعه باقل ضرر على جسمه وبالفعل بينفذها وبيهجم على تانجيرو وبيحمي نفسه بالعافيه والتانجن من وراه بيحاول يقطع راسه ولكنه بيثبتهم هما الاثنين وبيستخدم فنه الشيطاني عليهم والتانجن بيتصدى له وبيشتبكوا الثلاثه مع الثانيه ويا دوب قادرين يصدوا ضرباتها بالعافيه ولكنهم بيتحدوا عليها وبيجيبوا اخرهم وبيقدر اينوسكي انه يوصل لها ويقطع راسها وبياخدها وبيجري بيها لبعيد علشان ما ترجعهاش تاني. ولكن وفجاه بيظهر الشيطان الثاني وبيطعن اينوسكي. تانجيرو بيتصدم فبيبص على اوزوي وبيلاقيه مرمي على الارض مفشوخ وايده مقطوعه والثانيه بتدمر المكان وزينسو بيبعد تانجيرو في اخر لحظه وبيلبس هو في الضربه وتانجيرو بيقع وبيغمى عليه ولما بيفوق مش بيشوف حاجه قدامه غير الدمار والشيطان بيجي له وبيقول له ايه ده انت لسه عايش عيلتها؟ الكل مات خلاص يا حبيبي وبيكسر صوابعه وبيهين وبيفضل يذله ولكن تانجيرو بيحاول يهرب فبيديله واحده بالرجل بترشقه في الحطام وبيقول له ايه رايك تتحول لشيطان معانا؟ وتانجيرو بيفاجئنا وبيقول له انا كنت مستني اللحظه دي من زمان وبيديله واحده بالراس نسيته اسمه حرفيا والشيطان جيوتارو بيحاول يقوم ولكن جسمه بيكون تقيل بشكل غريب. اتاري تانجيرو ابن الذين لما كان بيحاول يهرب كان بيجري ورا سكاكين الكوناي ونشر شنط البنات اللي فيها عطور علشان يغطي على ريحه سم الكوناي ولما الدرب الروسيه طعنوا بيها في رجله وبيهجم عليه وبيبدا يقطع راسه ولكن الشيطان الثانيه بتتدخل ولكن المعلم زينسو بيوقفها وبيهجم عليها وبيقطع في راسها هو الثاني ولكنه ما بيقدرش عليها لوحده وبيخش معاه اينوسكي. الله عليك يا عم امال خوفتنا ليه عليك يا جدع؟ على الناحيه الثانيه الشيطان بيبدا يفوق من مفعول السم وبيستعمل قوته وتانجيرو مش قادر عليه وبينزلوا في بعض ضرب ولكن التفوق واضح للشيطان جيوتارو وفي اخر لحظه قبل ما يفعلوا عينه بيتدخل اوزوي تنجن وبيعملوا مع بعض فايت من اعظم الفايتات اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها. بوم الطخ تيكي تاكا واديني كمان وادي يا معلم يسعد الفخامه وتانجيرو كمان بيخش معاه ولكن الشيطان ابن الكلب بيرشق له المنجل في بقه ولكن تانجيرو ما بيهتمش باي قلم وبيحط السيف على رقبته ونكبه راسه بتتغير وبيتعصب جدا وبيقطع له راسه في نفس الوقت اللي بيجيب فيه زينسو واينوسكي اخرهم وبيقطعوا راس الثانيه. اخيرا يا جدعان لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه ولكن في اللحظه دي الشيطان بيفجر نفسه واوزوي بيحاول يقول لتانجيرو يهرب ولكن السم بيكون انتشر في جسمه كله ومش واعي باي حاجه خالص وبالفعل المكان بيتدمر ولكن نيزوكو بتخرج من صندوقها وبتحميهم كلهم ولكن حتى بعد ما انقذتهم ده ما منعش من استمرار سريان السم في جسمهم وبيموتوا بالبطيء. في اللحظه دي بتتدخل نيزوكو وبتعطل السم تماما بقوتها وبتشيل تانجيرو علشان يروح يسحب عينه من دم الاقمار وبتظهر له قطه تامايو فبيديها الجرعه واخيرا يموت القمر الاعلى السادس. وفي اللحظه دي بيوصل هاجر الثعابين اوبوناي وبيقول لتنغن ناوي تكمل ازاي بعد ما خسرت عينيك وايدك؟ وقتها بيقول له تنغن الخبر الصادم وهو انه قرر يتقاعد. اوبوناي بيتعصب عليه وبيقول له الكلام اللي انت بتقوله ده ما يلزمنيش يلا انت هتكمل كهاشره لحد ما تموت ولكن تنغن بيقول له لا ما تخافش يا اخويا خلاص جه اللي هيسد مكاني. اوبوناي بيتصدم وبيعرف ان قصده على كامادو تانجيرو وبيستغرب انه لسه عايش بعد قتال زي ده وبيوصل خبر مقتل القمر الاعلى السادس لاوبوياشكي وبيفرح جدا وبيقول اخيرا وبعد 100 سنه قدرنا نقتل شيطان من الاقمار العليا. وبنشوف المعلم هكذا واقف في مكان يسمى قلعه اللانهايه وبيقول لنفسه طالما انا استدعيت لهنا ده معناه ان في شيطان من الاقمار اتقتل. يرجع بقى تاني للشله كريمه اللي بيكونوا في غايه السعاده لان ما حدش فيهم مات بعد قتال زي ده. والله انا شخصيا مش مصدق. بعد ما خلص الشباب على القمر الثالث بيروحوا يتعالجوا وتانجيرو بيفضل في غيبوبه لمده شهرين كاملين وبيحلم بوالده وهو بيتكلم مع واحد وبيقول له شكرا جدا على انقاذك لينا وبيتكلم معاه شويه وبيفوق من الغيبوبه وبيفرحوا كلهم وبيتلموا حواليه ويمر الوقت سريعا وبيتعافى تماما هو والشباب. ولكن وعلى الجانب الاخر بيستدعي كيبوتسوجي موزان جميع الاقمار العليا وبيقعدوا ينكفوا في بعض شويه شغل
شغل شياطين بقى وبتاع يا عم انت فاهم. وبيجي لهم كيبوتسوجي موزان وبيقول لهم جيوتارو مات، ولكن ده مش مهم لان توقعاتي ليكم لا تزن ذره واحده حتى، ولحد دلوقتي لم تدفن عشيره اوبوياشكي، ده حتى كمان لسه ما لقيتوش زهره ذنبقه العنكبوت الزرقاء. انا بدات انسى سبب وجودكم من كتر فشلكم. ولكن بيطلع واحد منهم وهو القمر الاعلى الخامس وبيقول له انا مش زيهم يا سيد موزان، فانا اكتشفت معلومات تقربك خطوه من اهدافك. وقبل ما يكمل كلامه حتى بتكون راسه في ايد موزان وبيقول له بعد كده ما تدينيش معلومات مش مؤكده وتعابير الفرحه دي على وشك، في الوقت اللي تتاكد فيه من معلوماتك خد معاك هانتنغو وروحوا لهناك. ارجع بقى تاني لتانجيرو اللي بيكون تعافى تماما، ولما بيسالهم عن اذا ما كان في سيف جديد وصل له بدل اللي اتكسر منه فبيوروا له رساله هاجانيزوكا اللي بيقول له فيها مالكش سيوف عندي يا حبيبي، وبيقولوا له ايه رايك تروح له هناك في قريه حداد السيوف، فبيوافق وبيقرر يروح لهناك. ولكن المفاجاه انهم بيغموا له عينيه وبيسدوا له ودانه ومناخيره وبيفضل يتنقل من واحد للتاني لحد ما بيوصل للقريه، وده ببساطه علشان ما حدش خالص يعرف الطريق لقريه حداد السيوف، وده طبعا نظرا لاهميتها الرهيبه، ده حتى كل الناس اللي فيها لابسين اقنعه علشان ما حدش يتعرف عليهم حتى. وبيقابل تانجيرو زعيم القريه وبيتكلموا مع بعض شويه، بعدها بيروح يدلع نفسه في الينبوع الساخن، وفي طريقه هناك بيقابل هشر الحب ميتسوري والجينيا اخو سانيمي، بعدها بيقعد هو وميتسوري ياكلوا، وقبل ما تمشي بتقول له في سلاح سري هنا في القريه دور عليه، وبالفعل تانجيرو بيروح يدور عليه وهو فريقه بيقابل هشر ضباب توكيتو ميتشيرو بيتجادل مع شاب صغير، ولما بيقرب منهم اكتر بيشوف الشخص اللي كان شافه في احلامه، وبيشوف توكيتو ماسك الواد بيضربه فبيتعصب وبيحاول يمنعه ولكنه ما بيقدرش حتى يحرك ايده، والتاني بيديله واحده بتركعه على الارض وبيهين في الواد اكتر وبيقول له اديني المفتاح والزم حدودك، انتم كحداد سيوف مالكمش اي لازمه غير صناعه السيوف وبس. تانجيرو بيتعصب عليه وبيقول له انت ليه بتتكلم بالطريقه دي، ولكن توكيتو ما بيهتمش وبيقول له انا ما عنديش وقت لواحد شبهك، وبيديله واحده بتخليه يغمى عليه، وبيكون هاجانيزوكا سامع المحادثه، ولما بيصحى بيقول له هو راح فين بالظبط، فبيقول له انا اضطريت اني اسلمه المفتاح، ولما بيسالوا عن الشخص اللي كان واقف هناك فبيقول له ان دي كانت دميه مش اكتر، وهو كان عايز مفتاح تشغيلها. الدميه دي دميه استثنائيه وقدراتها تفوق قدرات البشر بكتير وبتستخدم للتدريب. وقتها بيسمعوا صوت قتال، ولما بيروحوا هناك بيشوفوا توكيتو بيواجه الدميه وبيقول له ان الدميه دي صنعها اسلافي واسمها يوريتشي، ولما تانجيرو بيسالوا عن ليه الدميه دي عندها 6 ايادي فبيقول له ان الدميه دي في الاساس صممت بناء على سياف حقيقي، وانهم اضطروا يعملوها ب6 اذرع علشان يقدروا يستنسخوا حركات السياف الاصلي. وتانجيرو بيبص عليه وبيحس ان هو شافه قبل كده، وفي وسط كلامهم بيكون توكيتو بيقاتلها وبيكسرها، والواد بيزعل جدا وتانجيرو بيروح له وبيواسيه، ولما بيرجعوا بيكون توكيتو خلص تدريبه ولكن سيفه اتكسر فاخد سيف من سيوف الدميه، وبيفضل تانجيرو يضرب معاها من غير ولا اكل ولا ميه وشغال يتفشخ، وفي يوم من الايام بينجح انه يلمسها، ومن بعدها قراءاته وتحركاته بتتطور وبيقدر يجريها، وبالفعل بيسدد لها ضربه بتكسر سيفه وراسها في نفس الوقت. وقتها بيشوفوا سيف جواها عمره اكتر من 300 سنه، هل ده السلاح اللي كانت تقصده ميتسوري؟ وبيتوتروا جدا وتانجيرو بيعمل فيها ابن شريفه وما بيرضاش ياخده، ولكنهم لما بيبصوا عليه بيلاقوه مصدي خالص، ما هو طبيعي يا حبيبي دي 300 سنه بحالهم يا ابني. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم هاجانيزوكا اللي بيكون بقاله فتره اصلا هربان في الجبال بيتدرب على صنع السيوف، وبياخد السيف منه وبيدي لواحد مكانه بعد خناق وضرب وصياح ما يعلم به الا ربنا، وبيقول لهم انا اللي هتكفل بامر السيف ده، استناني يا تانجيرو. بعدها بيروح تانجيرو يقعد مع الشخص ده والذي يدعى جينيا، واللي بالمناسبه هو الاخ الاصغر لسانمي هشير الرياح، وبيفضل يرغي معاه بعشم وعفويه، ولكن التاني ما بيكونش طايقه حتى، وبيقول له هو مش انت اللي كسرت لي دراعي يومها. تانجيرو بيعتذر له ولكنه بيلاحظ في وسط الكلام ان صف اسنانه كامل على الرغم من انه شافه قبل كده في الينبوع بيخلع فيها، وبيقول له هو انت مش شفت سنه من سنانك قبل كده؟ جينيا وقتها بيتوتر وبيقول له لا انت بتتخيل مش اكتر، فالمعفن بيوري له السنه اللي خلعها وبيقول له انا كنت جايبها لك، فبيتعصب عليه وبيقول له يلا معفن غور من هنا. بعدها بيروح يقعد مع نيزوكو وبيضفر لها شعرها وبيناموا، ولكن وعلى الجانب الاخر بيكون في واحد من الحدادين راجع من الينبوع متاخر وبيشوف في طريقه فازه او مزهريه غريبه ما كانتش موجوده وهو جاي، ولما بيقرب لها ولسه هيلمسها بيتسحب جواها وبيتعصر حرفيا. يا نهار ابيض، ده طلع القمر الاعلى الخامس كيوكو، ويا ريتها تخلص على كده، ده كمان معاه القمر الاعلى الرابع اللي بيكون على سطح البيت اللي نايم فيه تانجيرو ونيزوكو جوه، ولكن توكيتو بيكون عندهم جوه وبيقرص تانجيرو من مناخيره وبيصحيه وبيقول له تعرف حداد يدعى كاناموري؟ فبيقول له ايوه عارفه، وهو في الغالب معاه هاجانيزوكا، يلا بينا ندور عليهم سوا. توكيتو بيساله وقتها هو انت ليه بتساعد الناس كده يا عم انت؟ فبيقول له تانجيرو ان مساعده الناس دايما هتعود عليك بالنفع في نهايه المطاف، وفي وسط ما هم بيتكلموا بيحسوا ان في حد واقف على الباب، وبالفعل الباب يتفتح ويا للمفاجاه ده هو القمر الرابع. تانجيرو بيبص له وبيتصدم انه ما حسش بوجوده خالص الا بعد ما دخل الغرفه، ولكن توكيتو من التفاهم بيسحب سيفه وبيستخدم تنفس الضباب وبينطلق عليه، ولكنه بيطير للسقف في لحظه وبيجتمع عليه كل من تانجيرو ونيزوكو وبيقدر توكيتو انه يقطع له راسه، ولكن خلاص كده انتهى الموضوع، ده احنا لسه بنسمي. تانجيرو بالفعل بيكون مدرك لحاجه زي كده، ولكن المفاجاه الراس اللي اتقطعت بيطلع لها جسم كامل والجسم بتطلع له راس جديده، اوبا دول بقوا شيطانين منفصلين. وفي لحظتها تانجيرو وتوكيتو بيهجموا عليهم، ولكن واحد منهم بيرزعهم واحده بالمروحيه اللي معاه بتطير توكيتو في اخر الدنيا ونيزوكو بتنقذ تانجيرو بالعافيه. يا نهار ابيض دي شكلها هتولع. تانجيرو لسه بيفكر هيعمل ايه بيلاقي واحد منهم رزع الارض بالعصايه بتاعته ورقصهم على واحده ونص. في الوقت ده تانجيرو بيشوف جينيا واقف على سطح المبنى اللي وراهم وبيرزعهم واحده هيد شوت بالمسدس اللي معاه وبينزل يقطع راس واحد منهم، ولكن نفس الموضوع بيتكرر تاني، الراس بيطلع لها جسم كامل والجسم بتطلع له راس ثانيه. تانجيرو في اللحظه دي بيبص باستغراب وبيقول لنفسه امال الجسم الرابع فين، وفجاه بيلاقي سحبه من رجله وطاير بيه. يا نهار ابيض دول بقوا 4 شياطين وكل واحد منهم له قدراته الخاصه، ولسه بيبص تحته بيلاقي الشيطان خارم جينيا برمحه وبيطلب من نيزوكو بسرعه انها تساعده، ولكن في اللحظه دي الشيطان بيرزع واحده بتصرعه حرفيا وبيوقعه، ولما بيحاول يتحرك بيكون جسمه متخدر تماما والشيطان بينزل وراه ولسه هيدي له واحده ثاني فبيقطعه تانجيرو بسرعه وبيلاحظ انه ما اتجددش تجدد كامل وان الاحرف اللي على لسانه هي نفسها وبيصرعه للمره ثانيه، ولكن المره دي بتكون اضعف بكتير. تانجيرو وقتها بيستنتج انه مش كل ما هينقسم هيبقى اقوى وبيقطع سيرته، ولكنه بيلاقيه بيهجم عليه من وراه وبيفضل ينقطع عليه وبيجرحه مرارا وتكرارا. تانجيرو وقتها بيفكر في خطه علشان يروح بسرعه لنيزوكو وجينيا، وبالفعل بيستغل سرعه الشيطان وبيجري باتجاههم، وفي لحظه ما بينقطع عليه بيرشع له السيف في بقه وبينطلق باتجاههم، واللي بيكونوا على ناحيه ثانيه بيتواجهوا مع 3 تانيين والوضع ما يسرش خالص، واحد مكتف نيزوكو والثاني خارم جينيا، ولكن جينيا بيفاجئ انه بيكون لسه عايش وبيدي له واحده هيد شوت في دماغه، ولكنه بيسحب روحه وبيجدد راسه وجينيا بينزف جامد، ولكنه برضه بيقوم ولما الشيطان كان
وبيجهز عليه بيختفي في ثواني وبيضرب من وراه، وكان لسه هيقطع له راسه بيلاقي الشيطان الزفت الثاني رقصه على 1.5 بيضربه بالمسدس، ولكن الثاني بيرزعه. وعلى الناحيه الثانيه الشيطان بيخرم نيزوكو برجله، ولكنها بتعصب عليه وبتضربه برجلها وبتحرقه بفنها الشيطاني، وبتاخد سلاحه وبتطيره بيه ولسه هتلف على اللي بعده بتلاقي راشق لها عصايته في رقبتها وبيبدا في ساقها. والشيطان الثاني بيدخل يجينيا اللي بيكون لسه عايش وبيقول له انا اللي هدفنك هنا لا. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم تانجيرو دخول رايق يسبب حرايق، وبيشوف منظر اخته جينيا وبيتعصب وبيهجم عليه. ولما كان لسه هيضربه بالعصايه بتاعته بيستخدم رجل الشيطان الثاني وبيصد ضربته وبيفلق له راسه وبيسحب العصايه من جسم نيزوكو، ولكن الشيطان بيكون اتجدد وخلاص هيخرم راسه، ولكن نيزوكو بتوقفه وبتحرقه. بس بيرجع لهم شيطان الزفت من ثاني وبيرزعهم واحده بتكسر بيهم الارض وبيغمى عليهم وبيجتمعوا عليهم وشكلها النهايه يا اصدقاء. اما بقى وعلى الجانب الاخر بيكون هاشيرو طباب توكيتو اللي اترمى في اخر الدنيا راجع لهم باقصى سرعه. الله يخرب بيتك يا عم كل ده وباقصى سرعتك يا ابني يا حبيبه العيال بتتفشخ. ولكن وفي طريقه بيقابل الشاب اللي كان معاهم من شويه بيواجه شيطان وخلاص على شفير الموت، ولكنه بيتجاهله وبيقول لنفسه اولويتي دلوقتي هي انقاذ حداد السيوف الامهر وذو الاهميه. ولكن وفي هذه اللحظه بيفتكر كلام كامادو تانجيرو لما قال له ان مساعدتك للناس هتعود عليك بالنفع في نهايه المطاف، وبالفعل بينطلق عليه وبينقذه وبيقسم الوحش نصين. ولكنه وعلى الرغم من كده بيجدد نفسه وكأن شيئا لم يكن. توكيتو وقتها بيقرر يهجم على الفازه بتاعته ووقتها بيموت بالفعل. وقتها بنعرف انه ما كانش شيطان منفصل وانما مجرد وحش انشئ بفن دموي معين، والواد بيشكره وبيطلب منه انه ينقذ كاناموري وهاجانيزوكا بسرعه. وقتها بيفتكر سيدهم اوبوياشكي لما كان بيقول له انك هتستجمع نفسك من تاني يا مويتشيرو، ذكرياتك المفقوده دي هترجع لا محاله. واضح ان في ان كبيره في موضوع توكيتو ده. وبالفعل في اللحظه دي بيشيله وبينطلق باتجاههم وبيقابل كاناموري وبيخلص على الشيطان وبيروحوا المكان سيفه الجديد، ولكنه فجاه بيوقفهم. وقتها بيطلع لهم القمر الاعلى الخامس وبيخاطرف معاهم بكلام وبيقول لهم اسمحوا لي اوريكم اعمالي الفنيه. وقتها بيطلع لهم جثث كل الناس اللي قتلها وبيقول لهم ايه رايكم، وبيفضل يعذب فيهم قدامهم ويقول لا حول لهم ولا قوه الا طبعا توكيتو اللي بيتعصب جدا وبيقول له واضح انك تخطيت كل حدودك، وبيهجم عليه ولكنه بيختفي في لحظه وبينتقل لفازه ثانيه وبيهجم عليه للمره الثانيه وبيكسر له الفازه، ولكنه برضه بيهرب وبيطلع في مكان ثالث وبيطلع عليه اسماك متوحشه وبيهاجمهم بالابره المسممه. توكيتو طبعا بيحميهم ولكن للاسف بياخد الضرب كله مكانهم وبيهجم عليه وبيجرحه، ولكنه بيستخدم فن شيطاني وبيحبسه جوه سجن من الميه بيحاول يطلع منها ولكنه ما بيعرفش، وطبعا مش هيقدر يستخدم اي تقنيه تنفس والشيطان بيفضل يضحك ويذل فيه. يا نهار ابيض يا ابني ايه اللي وقعك الوقعه السوداء دي. اما بقى وعلى الناحيه الثانيه بيكون في هجوم من الوحوش على القريه وقلبوها مجزره حرفيا، ولكن في الوقت ده بتتدخل ميتسوري وفي ثواني بتخلص عليهم كلهم وبتروح تنقذ زعيم القريه اللي بيكون ممسوك من قائد سرب الوحوش وخلاص على وشك الموت، ولكن المعلمه بتوصل وبتحط عليه في ثواني وبتنقذ الزعيم وبيهدأ الوضع في القريه. نرجع بقى تاني لتانجيرو ونيزوكو اللي بيكونوا مفشوخين خالص، ولكن نيزوكو بتفوق قبل تانجيرو وبتشيله وبتهرب بيه، ولكنه بيرزعهم واحده بتفوق وهو وتنيمها هي وهو اللي بيشيلها وبيجري بيها يا دين على شغلانه الطين. ولكن بيجي من وراهم الزفت ابو مروحه وبيرزعهم واحده بيدمر المكان وبيطيرهم وبيدور عليهم وهم بيكونوا في وسط الانقاض، ونيزوكو ماسكه سيف تانجيرو ومش عايزه تسيبه وبتملى السيف كله بدمها وبتولع فيه. وقتها السيف بيتحول للون الاحمر وتانجيرو بيفتكر ان ده كان نفس اللون السياف اللي شافه في احلامه وبيتعصب جدا وبيفتكر كل اصدقائه وبيطلع قدامهم كلهم برجليه. لا ده انت في حاجه في دماغك بقى. وقتها شيطان الغضب بيبص على المنظر ده وبيقول لنفسه انا شفت حاجه شبه كده في ذكريات موزان، السيف ده حاصر كيبوتسوجي موزان قبل كده وكاد ان يقطع راسه. تانجيرو وقتها بيستخدم هينوكامي كاجورا رقصه راس التنين هو بينطلق عليهم وبيقطع رؤوسهم كلهم. يا رب تانجيرو تحول خالص وبيقول لنفسه انا كده خلصت على 3 وفاضل الرابع، ولكنه لما بيبص عليه بيلاقي جينيا مخلص عليه. ولكن مش ده الغريب، جينيا شكله ومظهره اتغيروا تماما وكانه اصبح شيطانا. يا نهار ابيض هو ايه اللي حصل بالظبط؟ والشياطين بيبداوا يتعافوا وما ماتوش حتى بعد ما اتقطع راس الاربعه. تانجيرو وقتها بيفتكر انه من شويه بس وفي وسط القتال شم ريحه غريبه وكانها ريحه شيطان خامس وبيقول لهم في شيطان خامس لازم ندور عليه وحالا. وبالفعل بيشتبكوا هم مع الاربع شياطين وتانجيرو بيروح يدور على الجسم الخامس وبالفعل وبحاسه شمه الرهيبه بيعرف مكانه وبيقول لجينيا على مكانه وبيقول خلاص انت عليه وانا في ظهرك، ولكنه بيبلع واحده بالطياره ونيزوكو بتتخرب. يا نهار ابيض الوضع منيل بنيل يا جدعان. ولكن تانجيرو بيتعصب وبيشرح فيهم ولكنه بيترزع على الارض. على الناحيه الثانيه جينيا بيكون بيدور على الجسم الخامس وبالفعل بيشوف. يا دين يا جدعان كل المرات الطافح ده علشان عقله الصباع دي حاجه طنقت يا اخي. وبالفعل بيحاول يقطع راسه ولكن المفاجاه سيفه بيتكسر. يا نهار ابيض ده صلب جدا وبيجي شيطان الغضب من وراه ولسه هيخلص عليه. وقتها بيفتكر لحظه بدايه كل شيء لما كان نايم هو كل اخواته في بيتهم وامه اتاخرت عليهم، فبيقرر سانمي انه يروح يدور عليها ويفضل جينيا معاه، ولكن هو تاني بيتاخر جدا وفجاه الباب بيخبط. العيال كلهم طبعا بيجروا على الباب فرحانين برجعه امهم، ولكن جينيا بيحضرهم وفجاه الباب بيتكسر وبيدخل وحش مرعب بيخلص على اخواته والسانمي بيلحقه. ولما بيجري ورا اخوه بيشوف الصدمه، اخوه واقف غرقان بدم امه اللي لسه قاتلها لانها وللاسف اتحولت لشيطان. يرجع بقى تاني للوقت الحاضر وتانجيرو بينقذه وبيفضل يحمس فيه بالكلام، ولكن بيجي شيطان الحزن من وراه وهيخرمه حرفيا. ما هو انت اللي تستاهل يا عم الاهبل، هو دوت كلام وتحفيز برضه. ولكن جينيا بيحميه وبيتخرم مكانه وبيقول له اقطع انت راسه بسرعه، وبالفعل بيجري وراه وبيضربه وبيحس في رقبته. ولكن في اللحظه دي بيحس بشعور مرعب وكيان سادس وبيظهر وحش مرعب من وراه، ولما بيبص وراه المكان بيتدمر وبتظهر تنانين غريبه من الخشب وبتهاجمهم. تانجيرو بيبص عليه وبيفتكره شيطان سادس، ولكنه بيلاحظ ان ريحه الشياطين الاربعه التانيين اختفت. واما جينيا فبيكون حضر الموقف كله، فلما كان تانجيرو بيقطع راس الجسم الاساسي شيطان الغضب قام وامتص كل الشياطين وغصب عنهم وتحول للشكل المرعب ده وبيغطي الجسم الاساسي وبيتجمدوا كلهم في مكانهم من هالته المرعبه. ولكن تانجيرو بيستجمع نفسه وبيقول له انا اللي هقطع راسك يالا. لا 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 الفايت ده شكله اسطوري حرفيا. نرجع بقى تاني لتوكيتو اللي بيكون بيتخانق بالبطيء وده شغال ذل فيه وبيروح يشوف ايه اللي جوه الكوخ اللي بيحاولوا يحموه. في اللحظه دي توكيتو نظره بيبدا يضعف وبيتلاشى وبيتخيل تانجيرو قدامه وهو بيقول له ما تقلقش يا مويتشيرو هيجي اللي ينقذك. في اللحظه دي بنشوف الواد اللي انقذه بيحاول يخرج من الفقاعه ويخرجه، ولكن بتيجي مجموعه وحوش من وراه وبيطعنوه، فبيروح له بسرعه
وبينفخ له شويه هواء. وبيفتكر كلام تانجيرو لما قال له ان مساعده الاخرين هتعود عليك بالنفع في نهايه المطاف. وبالفعل بيستخدم قوته وبيقدر يخرج وبيشيل كل الابر من جسمه وبيكون متخدر تماما. وقتها بيفتكر ماضيه مع اهله. ففي يوم من الايام مرضت امه بمرض شديد ووالده راح في وسط العواصف والامطار لجبل علشان يجيب زهره العلاج، ولكن للاسف رجله بتنزلق وبيخسر مويتشيرو كلا والديه في نفس اليوم. وبيفضل عايش مع اخوه وتمر سنين. وفي يوم من الايام بيخرج للنهر علشان يجيب بس شويه ميه. فبيقابل اماني زوجة اوبوياشكي وبتقعد معاهم وبتقول لهم انهم بينحدروا من سلاله السيافين وبتطلب منهم انهم يكونوا من السيافين ويقاتلوا الشياطين. ولكن اخو توكيتو بيطردها وما بيهتمش باي حاجه وبيتخانقوا مع بعض ومن ساعتها ما حدش كلم التاني. ولكن في يوم من الايام بيكونوا في الليل عادي وبيحاولوا يناموا ولكن من شده الحر ما بيقدروش. وفي اللحظه دي وفجاه بيدخل عليهم شيطان واخوه في ثواني بيحاول يحميه ولكنه بيطير له دراعه. في اللحظه دي توكيتو قلبه بيتجمد تماما وما بيشوفش قدامه غير اللون الاحمر وبس. هو حرفيا من شده الغضب والعمل اللي كان فيه ما بيفوقش لنفسه غير وهو ماسك الشيطان ومطلع بيتين. وبيحاول يرجع بسرعه لاخوه في البيت اللي بيكون بيقبض انفاسه الاخيره وبيقول له ان معنى اسمك هو بلا حدود يا مويتشيرو. في اللحظه دي بتظهر علامه غريبه لتوكيتو وبيخلص على الوحوش في ثواني. يا رباه فخامه فوق الوصف. في نفس الوقت ده بيكون الشيطان داخل الكوخ وبيلاقي جوه واحد ومعاه هاجانيزوكا وبيجرح الاولاني وبينزل في هاجانيزوكا ضرب. ولكن ده ولا هنا خالص مش مهتم باي حاجه بتاتا غير حته السيف اللي في ايده. ولكن توكيتو بيدخل له وكان هيقتلوا راسه الهرب في اخر لحظه فبيهجم عليهم بفن شيطاني وبيكتفهم. ولكن توكيتو بكل سهوله بيخرج وبيهجموا هم الاثنين على بعض. ولكن توكيتو بيكسع الدنيا وبيجرحوا وبيشتبكوا مع بعض اشتباك اقل ما يقال عنه من كوكب اخر. وتوكيتو بيستفزه بالكلام وبيقول له يا عم الفازه بتاعتك دي انت ذوقك خرا يا اخي. فبيتعصب جدا وبيطلق عليه هجوم مرعب. ولكن توكيتو بكل هدوء وسهوله بيوقف هجومه وبيبعدها كلها عنه لانها مسممه وبينطلق عليه في ثواني وبيقطع راسه ولكنه بيتسلخ من جسمه وبيظهر بشكله الحقيقي وبيهجم عليه للمره الثانيه وبيتباهى بسرعته. ولكن توكيتو بيفعل تقنيته الاقوى وبيملأ المكان بالضباب وبيعميه تماما وفي غمضه عين بيطير له راسه. يا رباه وبيفضل يستفزه بالكلام فبيقطعه توكيتو حرفيا. واخيرا يموت القمر الاعلى الخامس وتوكيتو بيدوخ وبيسقط من التعب وبيجي له الشاب كوتكيتسو وبيقول له يا ابني اعدله على جنبه. فبيتخض منه وبيفتكره شبح ولكن بيقول له شبح مين يا عم الغبي انا لسه حي قدامك. وقدرت انجو بسبب المقبض اللي اداهوني تانجيرو. توكيتو وقتها بيبص على المقبض ده وبيفتكر صاحبه الا وهو الرينجوكو كيوجيرو. نرجع بقى تاني للشله الكريمه اللي بتكون بتواجه القمر الرابع وحرفيا الوضع ما يسرش خالص. كلهم شغالين ضرب فيه ولكن ولا اي حاجه بتاثر في شكله وبيمسكهم كلهم وخلاص شكلها النهايه. ولكن في اللحظه دي بتتدخل ميتسوري وبتشرح التنانين وبتنقذهم. حرفيا بتفشخ التنانين. والله يا بنتي انت قوتك غير مظهرك خالص. وبالفعل بيشتركوا مع بعض والبنت عامله شغل عالي يا جدعان وبتقدر توصل لرقبته وبتحاول تقطعها. ولكن تانجيرو بيحذرها ان ده مش الجسم الاساسي اصلا. بيكون فات الاوان وبيرزعها واحده بتشلها في مكانها حرفيا. وفي لحظه ما كان هيخلص عليها بينقذوها كلهم ولكنه بيهجم عليهم هجوم مدمر. بس ده عند امك يالا. ميتسوري بتصد ضربته وبتتعصب جدا وبيشتبكوا مع بعض اشتباك اسطوري بمعنى الكلمه. يا رباه على ده فايت يا جدعان. والله العظيم شكلها حاجه وقوتها حاجه ثانيه خالص. وبتقول لهم انا هتولى امره وروحوا انتوا خلصوا على الجسم الاساسي. وبترجع تشتبك معاه وبتظهر لها نفس علامه تانجيرو وتوكيتو. على الناحيه الثانيه بيقدر الشباب انهم يحددوا مكان الجسم الاساسي ولكن ابن الذين بيطيرهم وبيفضل جينيا ياكل في جسمه. وبنفهم انه عن طريق الحركه دي بيكتسب بنيه شيطانيه مؤقته وقدره استشفاء سريعه وده اللي بيفسر عن سبب نجاته بعد كل الضربات المميته اللي اخذها. وبفضله بيقدروا ينزلوا وبتعاون نيزوكو وتانجيرو بيقدروا يطلعوه ولكن ابن الكلب بيهرب. وبالفعل تانجيرو بيشوفه وبيتعصب عليه وجينيا بيقتلع شجره كامله من جذورها وبيرميها عليه وبيفضلوا يجروا وراه كلهم. ولكن ابن الذين سريع جدا. وقتها بيفتكر تانجيرو كلام زينسو عن طريق استخدام انطلاقه الرعد وبالفعل بيستخدمها وبينطلق البرق وبيبدا في قطع راسه. ولكن وفجاه الشيطان اللي ادعوا الصباع بيتحول لشيطان عملاق وبيمسك تانجيرو وبتبدا تخور قواه. ولكن نيزوكو وجينيا بيتدخلوا بسرعه وبينقذوه. تانجيرو بيكمل في قطع راسه ولكن الخنزير بيسحبه وبيقعوا هما الاثنين من الجبل. وبيشوف مجموعه من الحدادين قدامه فبيجري وراهم وبيحاول يلتهمهم. ولكن تانجيرو من وراه وعلى الرغم من انه مشغول الحركه تماما لانه بيقول له مش هتهرب مني ولو في قلب الجحيم. يا نهار ابيض الشيطان بنفسه بيترعب منه. اللحظه دي بيوصل توكيتو على المكان وبيرمي تانجيرو السيف اللي كان شغال عليه هاجانيزوكا. وبالفعل تانجيرو بيلتقطه وبينطلق عليه وبيقطع راسه. ولكن في اللحظه دي الشمس بتبدا تطلع ونيزوكو في عرض الاوبن. تانجيرو بيجري عليها وبيحاول يغطيها ولكنها بتصرخ عليه وبتحاول تخليه يبص وراه. ولما بيبص يا نهار اسود الشيطان لسه عايش وبيجري ورا الناس من غير راس. واول ما بيجري باتجاههم الشمس بتبدا تحرق نيزوكو فبيرجع لها تاني بسرعه وبيخليها تصغر حجمها وبيحاول يغطيها وبيبص حواليه مستني اي مساعده ولكن مفيش اي حد. يا تانجيرو الواد يا عين اتحط في موقف صعب جدا مش عارف يعمل ايه. يروح ينقذ الناس واخته تموت ولا ينقذ اخته والشيطان يعيش بعد ما يقتل الناس. مفارقه عجيبه جدا. تانجيرو يا عيني بيتجمد مكانه وما بيعرفش ياخد اي قرار. اللحظه دي نيزوكو بتضربه بالرجل وبتبعده عنها في اشاره ليه انه يخلص على الشيطان. ووقتها الشمس تتمكن تماما من نيزوكو والتانجيرو بينطلق على الشيطان وقد احمل الحزن والغضب عيناه وبيقطع في الشيطان وبيوصل للجسم الاساسي واخيرا بيقدر يقطعه بعد عناء. وفي تلك اللحظه وبعد قتال دام طويلا يموت القمر الاعلى الرابع. وفي اللحظات اللي كانت ميتسوري جايبت فيهم جاز وخلاص هتموت بيتبخر الشيطان وبتنجو في اللحظات الاخيره وبينهار تانجيرو تماما وبينفطر من العياط على اخته. ولكن في اللحظه دي بينادي عليه الناس بص وراك يا تانجيرو. يا نهار ابيض على الجمال. نيزوكو قدرت تتفوق على اشعه الشمس يا جدعان. يا رب تانجيرو ما بيصدقش نفسه وبتبدا تتكلم معاه وللمره الاولى زي الاطفال. وبعد ما بيتاكد انها سليمه بينهار تماما من التعب. ولكن وعلى الجانب الاخر الموضوع كان ما يسرش خالص. كيكوتسوجي موزان كان شايف الوضع ده كله وبينصدم من ظهور الشيطان الذي قهر الشمس وبيتحول لشكله الحقيقي وبيخلص على الاثنين اللي معاه وبيقول لنفسه اخيرا ما بقتش محتاج لدنبقه العنكبوت الزرقاء لانه خلاص سيضع عينيه نصبا نيزوكو. يا نهار ابيض ده عايز يتهمها ويمتصها علشان يتمكن من قهر الشمس. وفي اللحظه دي بنعمل فلاش باك لماضي موزان وبنعرف ازاي بدات كل حاجه. فمنذ 1000 سنه مضت كان موزان انسانا عاديا ولكنه اصيب بمرض خطير غير مفهوم كان بيخلي حالته تتدهور يوم ورا يوم وكان هيموت خلال ايام بسيطه. وفي اثناء الوقت ده كله كان معاه الدكتور بتاعه اللي كان بيعمل له العلاج
علاج من زهرة الزعفرة علشان يحسن صحته ويوقف المرض، ولكن موزان ما بيستحملش اكتر من كده، وفي يوم من الايام سحب سكينه وخلص على الدكتور. ولكن المفاجاه اللي ظهرت بعد قتله بساعات قليله، موزان حس بشعور غريب في جسمه والالم اختفى تماما وتبدل بقوه جباره. ولكن القوه المهوله دي صاحبها عرض مدمر، وهو زي ما كلنا عارفين انه ما كانش بيقدر يطلع في ضوء الشمس نهائي، وفجاه بدا يلاقي نفسه بيحب دم البشر والتهمهم، وعلشان يعالج ده استمر في قتل واتهام وسفك دماء البشر على مر القرون. وخلال الوقت ده كله كان بيدور في حاجه الدكتور، ولكنه ما قدرش يكتشف اي حاجه غير انه محتاج ظهره ذنبقه العنكبوت الزرقاء، واللي ما كانش يعرف كان زرعتها غير شخص واحد بس، وهو دكتور اللي قتله بالفعل. ولكن كل ده ما عادش ليه لازمه خلاص، فبظهور حقيقه نيزوكو اصبحت هي هدف موزان الاساسي. يرجع بقى تاني للشله الكريمه اللي بيكونوا في غايه السعاده بعد انتصارهم الرهيب. بعد ما خلصوا الشباب على الاقمار العلويه بتهدأ الاوضاع وبيعيدوا بناء القريه، وبيقابل تانجيرو زعيم القريه وبيشكره على كل مجهوداته، وبيغموا له عينيه وبيسدوا له مناخيره تاني، وبينطلق للذهاب من القريه. ولكنه بعد اول كام خطوه بس من القريه بيشيلوا له اللي على وشه، وبيتفاجئ بسكان القريه كلهم متجمعين حواليه وبيهتفوا باسمه وبيشكروه. وقتها اللي معاه بتقول له اظن اننا مش محتاجين اننا نغني لك حاجه. وعلى الجانب الاخر بيكون اوبوناي وسانامي في مهمه مع بعض لاحدى القلاع المهجوره، وبالفعل وبمجرد ما بيوصلوا بيشوفوا واحد الشياطين اللي واخد واحده وبيجري بيها، فبينطلقوا وراه وبيدخلوا للقلعه وبتبدا المشرحه تاتي اليمين وشمال وكله ورا بعضه. ولكنهم بيلاحظوا حاجه غريبه، وهي انهم ما شافوش الشياطين بتتجمع في مكان واحد بالمنظر ده قبل كده. وفجاه بيسمعوا صوت واحده بتصرخ وبيجروا باتجاه الصوت وبيفشخوا كل الشياطين اللي بتقابلهم. قوه جباره حرفيا وبيجروا وراه، ولكن الشياطين بتفضل تظهر باعداد رهيبه. اوبوناي وقتها بيقول له الحق انت الست يا سانمي وانا هتولى امرهم. وبالفعل السانمي بيجري وراه وبيخلص على كل الشياطين، ولما زهق منها ورماها ظهر اوبوناي ومسكها وبيجروا وراه. ولكنهم واول ما بينطوا بيلاقوا تحتهم مكان غريب جدا مليان بالشياطين وملهوش اخر، وفي اللحظه اللي كان هيخلص عليه فيها بيختفي المكان بالكامل. هو ايه الحوار ده بالظبط يا جدعان؟ وازاي اصلا ظهروا واختفوا كده من العدم؟ ومن امتى اصلا الشياطين بتتجمع مع بعض بالمنظر ده؟ واضح ان في اسرار وخبايا كتير ما نعرفهاش. نرجع بقى تاني لتانجيرو اللي بيكون قاعد عند شينوبو بيتعالج، واللي كان قاعد معاه بيبلغه ان الفيلق بنى عده قرى فارغه استعدادا لحالات زي كده. وبيقول له انا سمعت ان في حاجه غريبه حصلت لاختك، فبيقول له ايوه بالفعل هي بقى تقدر تتحرك تحت ضوء الشمس عادي. فبيساله على سبيل الدردشه مش اكتر، وبيقول له هل شينوبو واخده بالها من الموضوع؟ فالحمار بيقع بلسانه قدامه وبيقول له لا يا عم تامايو، بس التاني بيكون احمر منه وما بياخدش باله. على الناحيه الثانيه بيكون الهشره عاملين اجتماع، ومحوره الاساسي هو ظهور العلامه الغريبه دي عند بعض اعضاء قتله الشياطين، وبيقعدوا يتكلموا شويه مع بعض لحد ما يظهر سيدهم اوبوياشكي. ولكن للاسف بتجيلهم امل زوجة اوبوياشكي وبتقول لهم نظرا لتدهور حالته الصحيه مش هيقدر يكون معانا في الاجتماع، وبينحنوا كلهم في لحظتها احتراما وتقديرا لسيدهم اوبوياشكي. وامني بتقول لهم انتوا اكيد طبعا وصل لكم اخر الاخبار، فبظهور اول شيطانه في التاريخ تتغلب على ضوء الشمس اكيد كيبوتسوجي موزان هيكثف جهوده علشان يمتصها. الايام اللي جايه مش هتكون سهله خالص يا قاده قتله الشياطين. وبالمناسبه وصلتني اخبار عن ظهور علامات شكلها غريب عليكم يا توكيتو ميتسوري، ممكن تعرفوا الشروط اللي خلتكم تقدروا تظهروا علامات زي كده؟ وقتها بنعرف ايه هي حكايه العلامه دي من الاساس. فمنذ مئات السنين وفي حقبه الممالك المتحاربه كل السيافين اللي كانوا على بعد خطوه واحده بس من هزيمه موزان واللي هم بالطبع سيافوا تقنيه التنفس الاولى تنفس الشمس، كل واحد منهم كان بيقدر يفعل علامه ذات شكل شيطاني. هو الموضوع فضل كده في المداري لان ما كانش في اي حد عارف اي معلومات او تفاصيل عن العلامه دي، ولكن كان في حاجه واحده بس هي اللي واضحه، وهي انهم وبمجرد ما تظهر العلامه دي عند شخص من الافراد بتبدا تنتقل لكل اللي حواليه زي الوباء. اما بقى في جيلنا الحالي فاول شخص استطاع ان يفعل تلك العلامه على الرغم انه مش من الهشره هو صديقنا كامادو تانجيرو، ومن بعدها ظهرت العلامه على طول عند فردين من الهشره. وقتها بتفضل ميتسوري توصف لهم وصف غريب محدش فهم منه اي حاجه، ويخرب بيتك نقطينا بسكاتك يا اخي. ولكن توكيتو وقتها بيقول لهم على الرغم اني ما كنتش مدرك للعلامه نفسها، ولكن وخلال المعركه كانت بتتبادر الى ذهني عده امور غريبه وغير معتاده، وغالبا كده لو كل الشروط اللي هقولها لكم دي توفرت هتتفعل العلامه. نرجع بقى تاني لتانجيرو اللي بيكون قاعد بياكل وبيدخل عليهم حاجه نزكا وبيسلموا سيف بعد ما خلصوا، وكالعاده صياح وضرب وخناقه وبيمشي. وفي الوقت ده بيدخل عليهم اينوسكي وبيفضل يتكلم عن تقويه وتدريب وحاجات غريبه كده. بعدها بيدخل زينسو وتانجيرو وبيتكلموا مع بعض شويه بطريقتهم الخاصه، وتانجيرو بيشكر زينسو لانه بفتره تعليمه ليه تنفس الرعد قدر يستخدمه ضد القمر الرابع، وفي الاخر بيسيبه وبيمشي. نرجع بقى تاني لتوكيتو اللي بيكون بيكلمهم عن شروط اظهار العلامه، وبيقول لهم انه اثناء القتال اتسمم وما قدرش يتحرك وحس بغضب شديد جدا ادى الى فقدان سيطرته على نفسه تماما، وضربه قلبي في اللحظه دي تخطت ال 200 نبضه في الدقيقه وحرارتي تخطت ال 39. ولما بيستغربوا انه ازاي اصلا قدر يتحرك في ظروف زي دي فبيقول لهم ان هو ده اهم شرط لاخراج العلامه، وهو انك تكون في خطر شديد جدا لدرجه انك ما تفرقش معاك حياتك. فبيستغربوا جدا من شده صعوبه شروط العلامه ما عدا السانمي الاهبل اللي بيكون فاكرها سهله، ولكن وفي اللحظه دي اماني بتفاجئهم وبتقول لهم سر خطير. وهنا عايز انبه ان كل الكلام اللي جاي ده ما اتذكرش في الانمي اصلا، ولكن علشان انت هنا مع اوتاكو الانمي فهتعرف كل حاجه. السر ببساطه اللي هي فاجئتهم بيه هو ان كل الاشخاص اللي ظهرت لهم العلامه بيكتسبوا قوه جباره تفوق قدرات البشر، ولكن القوه دي قصادها عيب قاتل، وهو انك مش هتكمل لل 25 سنه. كل اللي ظهرت لهم العلامه دي على مر التاريخ ماتوا قبل ما يكملوا حتى ال 25. الشخص الوحيد اللي قدر يكسر القاعده دي هو يوريتشي اللي عاش اكثر من 80 سنه رغم العلامه. وبعد ما بتقول لهم الخبر ده بتمشي اماني، وكان المفروض ان هم هيتجمعوا مع بعض علشان خطه يعملوها، ولكن توميوكا بيقوم وبكل لا مبالاه بيقول لهم شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه انا ماليش علاقه بالموضوع، وبيتعصبوا وبيقلبوا عليه كلهم، ولكن بيقوم بيسكتهم وبيبداوا الاجتماع. وخلاصه قعدتهم الطويله هي انهم هيعملوا معسكر تدريب للهشره هيمرنوا فيه كل اعضاء قتله الشياطين علشان يزودوا قوتهم ومهاراتهم استعدادا لخطوات موزان الجايه. وبالفعل بيتفقوا كلهم ما عدا توميوكا اللي ما حضرش الاجتماع اصلا. انا مش عارف اصلا هو ليه قلب وشه مره واحده كده. وبالفعل بيبدا التدريب بدايه من تانجن هشره الصوت مرورا بهم جميعا الى جيومي هشره الصخر، بس العيال ما فيش امل فيهم خالص، حرفيا شويه عيال مكسحه مش قادرين يعملوا اي تمارين. يا اخي روح الله يخيكم، دي منظر ناس هتحارب الشياطين. على الناحيه الثانيه بيكون تانجيرو لسه بيتعالج وبيوصل له غراب من الفرقه مع
رساله من اوبوياشكي شخصيا بيبلغ فيها تانجيرو ان توميوكا ما شاركش في تدريب الهشره، فيا ريت تتكلم معاه يا تانجيرو. يا نهار ابيض، والله بالك وضعك يا تانجيرو في وسط الهشره نفسهم. وعلى الجانب الاخر في وسط المدينه وفي مكان مجهول بتكون تامايو بتقرا وبتسجل معلومات وملاحظات على الشياطين، ولكن وفي هذه اللحظه بيدخل عليها غراب من اتباع اوبوياشكي. تامايو بتتصدم لما بتشوفه وبتقول له انت ازاي قدرت توصل لهنا؟ فبيقول لها بفضل علاقات البشر ببساطه قدرت احدد هويه الملك السابق للبيت ده اللي اشتريتيه منه، ده غير اني فضلت مراقب يوشيرو طول النهار. شوف يا تامايو انا ما عنديش اي نيه لايذائك، من الاخر كده وببساطه في واحده شبهك في فايلق صياد الشياطين مهتمه جدا بالادويه وبنيه الشياطين، احنا عاوزينك تتعاوني معاها في سبيل الاطاحه بكيبوتسوجي موزان، علشان كده احنا كلنا مستنيينك يا تامايو في قصر اوبوياشكي. ويسيبها ويمشي. في اللحظه دي يوشيرو بيحس ان في حاجه غلط وبينطلق بسرعه في اتجاه غرفه تامايو، ولكنها واول ما بتشوفه بتقول له ساعدني يا يوشيرو في تلخيص كل ابحاثي، علشان احنا بعد ما هنعمل كده هنروح لمقر الصيادين عند قصر اوبوياشكي. على الناحيه الثانيه بيكون تانجيرو قرأ رساله وبالفعل بيتجهز وبيروح لبيت توميوكا وبيقعد معاه وبيحكي له على اللي بيحصل بره، ولكن توميوكا بيكون متضايق جدا وبيقول لتانجيرو هو انت ازاي لسه ما اتقنتش تنفس الماء لحد دلوقتي؟ فبيقول له ده الموضوع صعب يعني وما اعرفش ايه والكلام ده، ولكن توميوكا بيفاجئنا وبيقول له في ظل عدم وجود هشره للماء حاليا لازم يتوفر واحد وبسرعه، ويسيبه ويمشي. تانجيرو في اللحظه دي بيفتكر كلام اوبوياشكي لما قال له اتكلم معاه باصرار يا تانجيرو، وبالفعل تانجيرو بيفضل يتكلم معاه لحد ما زهقه في عيشته، حرفيا كان بيبات قدام باب بيته يا جدعان لحد ما زهق منه توميوكا وقرر يحكي له الحكايه، وهي ببساطه ان هو ما تخطاش الاختبار الانتقائي اساسا. فلما التحق جيو بالاختبار الانتقائي قابل هناك سابيتو وتعرفوا وشاركوا مع بعض في الاختبار، وحرفيا سابيتو خلص على شياطين الجبل كلهم ولوحده في نفس الوقت اللي انا صدت فيها مع اول شيطان هاجني، وسابيتو راح ينقذ واحد بيصرخ من شيطان قوي ومن ساعتها ما رجعش، والشيطان ده هو نفسه اللي خلص عليه تانجيرو. ولما صحي من الغيبوبه كان الاختبار خلاص انتهى، وبسبب انه تجاوز 7 ايام على الجبل نجح في الاختبار على الرغم انه ما قتلش ولا شيطان واحد حتى، ده كمان كانت الناس هي اللي بتنقذه، واحد زي ما يستحقش ان هو يحمل لقب هاشر الماء يا تانجيرو. تانجيرو في اللحظه دي بيحس بكل كلمه هو قالها لانه ببساطه مر بالموضوع ده اكتر من مره، واخرها هو تضحيه الرينجوكو كيوجيرو بنفسه علشان يضمن سلامه تانجيرو والبقيه. تانجيرو وقتها بيقول له هو انت مش عايز تعيش الحياه اللي اديها لك سابيتو؟ وفي اللحظه دي توميوكا بيفتكر كلام سابيتو ليه قبل ما يموت لما اداله بالقلم على وشه وقال له ما تتمناش لنفسك الموت بعد ما ضحت اختك بنفسها علشانك، عيش المستقبل اللي هي اديته لك يا جيو. وبالفعل في اللحظه دي توميوكا كان هيوافق، ولكن الاهبل بيقول له تحداني في مسابقه اكل، هو لو فزت عليك هتشارك في تدريبنا، واما بقى لو خسرت فاعمل اللي انت عايزه. نرجع بقى تاني لهشير الصوت اللي بيكون ماسك فريق الصيادين وواخدهم غسيل ومكوى. والله يا جدعان العيال دي مش نافعه خالص، اي نعم هو تدريباته قاسيه صراحه ولكنهم بيصيحوا وبس. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم كامادو تانجيرو وبيسلم على اوزوي وبيبدا تدريبه معاهم، ولكنه على عكسهم طبعا بيسبقهم وبيتخطاهم في كل التمرين، وواضح الفرق الرهيب ما بينهم. ما هو طبيعي يا حبيبي، ده واحد بيقارع الاقمار العليا. اما بقى وعلى الناحيه الثانيه بيكون في فردين من الصيادين بيقوموا بورديه حمايه، ولكنهم وفي وسط تحركاتهم ومن غير ما ياخدوا بالهم بيكون في شيطان بيراقبهم وشكله من الاقمار العليا. نرجع بقى تاني للشباب اللي بيكونوا رجعوا للتدريب مره ثانيه بعد الراحه، وكالعاده كامادو تانجيرو متفوق عليهم كلهم وبمراحل وبيقول لهم يلا على الاختبار اللي بعده. شايفين الجبل اللي هناك ده؟ لفوا حواليه وتعالوا. وبالفعل بياخدهم في وسط الجبل والضلمه وبينزل فيهم ضرب، حرفيا ما فيش اي حد قادر يقف قدامه الا طبعا كامادو تانجيرو اللي بيشتبك معاه اشتباك اسطوري وبيقدر يصد قدامه. وبالفعل وبعد الواقعه دي شويه الصراصير اللي ما كانش ليهم اي لازمه ياخدوا الموضوع بجديه وبيتمرنوا وبيزدادوا قوه، في نفس الوقت اللي بيكون فيه تانجيرو خلاص سبقهم اصلا وانهى تدريبه مع اوزوي تنجن، وبياخد شنطته وبيسلم عليهم وبيروح للمحطه التاليه الا وهو هاشيرا الضباب توكيتو مايوتشيرو اللي بيكون ماسك فريق المتدربين ونازل فيهم ضرب هو تاني. انا بدات احس بصراحه ان هم بيستعفوا عليه، واول ما بيشوف تانجيرو قدامه بيفرح جدا وبيسلم عليه وبيقفوا يتكلموا شويه وبيرجع يفشخ تاني في المتدربين ودول لا حول لهم ولا قوه. وعلى الجانب الاخر بيكون اوبوناي وسانامي قاعدين بيتكلموا وبيحاولوا يشوفوا اي تفسير للي حصل معاهم قبل كده، ولكنهم طبعا ما بيلاقوش اي تفسير لاي حاجه وبيقرروا ياخدوا نزال ضد بعض، وبالفعل بيتقاتلوا ولكن قوتهم بتكون متقاربه لحد كبير. في نفس الوقت ده وعلى الناحيه الثانيه بيكون توكيتو في طريقه ليهم، ولكن في اللحظه دي بيكون في شيطان ناشر كميه عيون رهيبه وبيتتبع حركات كل قاتله الشياطين. يا نهار ابيض، واضح ان في لعبه كبيره بتحصل، وبالفعل بيوصل لهم وبيقرروا يتحدوا هما الاثنين عليه، ولكن وعلى الرغم من كده لانه بيصد قدامهم عادي جدا. لا توكيتو مش سهل برضه. بعدها بيقعدوا شويه مع بعض وبيرجع توكيتو تاني للتدريب وكالعاده فشخهم كلهم لدرجه انه طفش منهم وقال لهم هاتوا لي سيوف حقيقيه. هوبا ده ناوي يشرحهم فعليا. الواد في لحظتها دم نشف في عروقه وما قدرش يتحرك. توكيتو وقتها وعلى عكس المتوقع بدل ما يهزهم بيشجعهم وبيقول لهم انا عارف ومدرك كويس جدا انكم بتعملوا اللي عليكم، ولكنكم لازم تتطوروا بسرعه لاني وبقواتكم الحاليه مش هتقدروا تقارعوا اي من الشياطين. بعدها بيجي دور تانجيرو ومش محتاج اقول حاجه بيقدر يصد كل ضرباته وكمان بيهجم. توكيتو وقتها بيقول له خلاص كده يا تانجيرو انت دلوقتي جاهز تنتقل الى الهاشره اللي بعدي. بعدها بيقعدوا مع بعض شويه وبيتكلموا عن التدريب واختفاء الشياطين وموزان فجاه، وبيكونوا مدركين ان الاختفاء ده كله مش من فراغ، هم اكيد بيجهزوا حاجه كبيره علشان يخطفوا نيزوكو. ولكن نيزوكو على الجانب الاخر بتكون مع المعلم اوروكوداكي وبيقسموا هم الاثنين على هزيمه كيبوتسوجي موزان. بعدها بيروح تانجيرو يقابل ميتسوري وبتسلم عليه وبتعمل له احلى بانكيك. بعدها بيبدا الفشل، بتلبسهم كلهم لبس القصين الباليه وبتفشخهم بالمعنى الحرفي. انا لو حد عمل لي الحركه دي مش هنفع تاني بعدها. وبيفضل عايش في المرار ده لحد ما بيروح لاوبوناي اللي بيكون اصلا مش طايق يبص في وشه علشان الخروف غيران على ميتسوري منه، وبيحضر له جحيم مش تمرين، رابط له الناس كلها في عواميد من الخشب والمفروض ان هو يقطع الحبال اللي ما بينهم من غير ما يسيبهم. الواد بيبدا وبيحاول ولكن من كتر التوتر بيخيب خالص، والتاني مش رحمه هو نازل في ضرب وبيفضلوا على الحال ده هو واللي معاه من غير اي نتيجه. ولكن وبعد تدريب ومحاولات قدامت لايام بيقدر تانجيرو انه يركز ويعزل نفسه تماما. وقتها بيجاري سرعه وقتال اوبوناي وبالفعل بيشتبك معاه وبيقدر اخيرا انه يتخطى الاختبار. بعدها بياخد بعضه وبيروح للهاشيرا القادم الا وهو السانيمي، ولكنه اول ما بيوصل هناك بيقابل زي
زينسو شغال في صياحه كالعاده، وسانمي بيفضل يهزأ فيه وتانجيرو بيشيله وبيدخل بيه، وكالعاده وزي الباقي مفيش اي جديد، بينزل فيهم ضرب زي الخرفان. حتى تانجيرو نفسه ما قدرش يعمل اي حاجه قدامه، وفي وسط ما هو بيتمشى والكلمات تملأ جسده بيسمع وبيشوف جينيا واقف مع اخوه وبيحاول يتكلم معاه ويعتذر له، ولكن سانمي مش بيديله اي اهتمام، فبيقول له على حقيقه اكله للشياطين. سانمي وقتها بيتعصب جدا وبيهجم عليه وكان هيفعل عينه لولا تدخل تانجيرو في اخر لحظه، وبيفضل يدافع عن جينيا وبيقول له ارجع عن اللي في دماغك يا سانمي. سانمي وقتها بيتعصب اكتر وبيهجم عليه وبينزل ضرب في بعض لاخر النهار، وطبعا بيغلطوا تانجيرو في الاخر وبيتحرم من التدريب تحت هشر الرياح سانمي. بعدها بيروح تانجيرو وزينسو الى هشر الصخر جيومي، وبيقابلوا هناك اينوسكي وبيشرح لهم جيومي مراحل التدريب من اول الوقوف تحت الشلال للجري بالخشب لدافع الصخره العملاقه دي لمسافه 109 امتار. يا نهار ابيض، طلوع ميتين حرفيا. وبالفعل بيبداوا في التدريب وحرفيا وعلى راي المثل من فشخه للثانيه شغال يرميهم تحت الشلالات لحد ما كسر عظمهم تماما. بعدها بيروحوا يريحوا وياكلوا وبيرجعوا تاني للتمرين، وبالفعل بيقدروا يخلصوا تمارين الشلال وحمل الاخشاب، وبيفضل اخر واصعب تمرين وهو دفع الصخره. وعلى الناحيه الثانيه بتكون الشيطانه دي قاعده تتعقب تحركات كل الصيادين، وموزان بيكون قاعد معاها وتقدر تحدد اماكن وتحركات 60% من الصيادين. يا نهار ابيض، الموضوع ده لو فضل على الحال ده ما هي الا ايام معدودات وهيعرف فيها موزان مكان اوبوياشكي ونيزوكو لا محاله. بيرجع بقى تاني لتانجيرو اللي بيكون بيحاول يدفع الصخره ولكن بدون اي فائده ترجى، وبيفضل يحاول لمده 6 ايام كاملين ولكن ما بيقدرش يحركها لسنتي واحد حتى. وبيجي له جينيا وبيقعدوا يتكلموا شويه، بعدها بيحاول تاني ولكن في المره دي بيقدر يحركها حركه خفيفه جدا لدرجه انه ما لاحظهاش. فبيرجع تاني للبيت وبياكل وبيرتاح وبيرجع يحاول تاني، ولكن هو في تلك اللحظه تحديدا بيفتكر عيلته اللي ماتت وكلام رينجو كوكيوجيرو ليها قبل ما يموت، وبيتعصب جدا وعلامته بتتغير وبتنفجر الطاقه في جسمه بالكامل. واخيرا بيقدر كامادو تانجيرو انه يحرك الصخره، واينوسكي هو الثاني لما بيشوفه بيتحمس وبيقدر يحركها، وبيجي له جيومي وبيشربه حبه ميه وبيفضل يتكلم معاه شويه. وفي تلك اللحظه بنعرف حقيقه وماضي هيميجيما جيومي. فمنذ عدة سنين كان جيومي زيه زي أي شخص طبيعي عايش في معبد وبيربي مجموعة من الأيتام، كانوا عايشين حياة جميلة ولذيذة لا تشوبها شائبة، ولكن وكما نعلم يا صديقي دوام الحال من المحال. ففي يوم من الأيام خالف واحد من الأطفال القواعد وتأخر برا المعبد فقابل شيطان وهرب منه، وعلشان ينجو بنفسه فضح أمر جيومي وكل الأطفال اللي معاه في المعبد. وما اكتفاش بكده، لا ده كمان طفى البخور اللي بتمنع اضطراب الشياطين. يا ابن الكلب يا خاين، هو مش ده نفس الراجل اللي قواك وكبرك؟ القط حرفيا بيجسد مقولة علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. وبالفعل الشيطان بيدخل في وسطهم نايمين وبيقتل الأطفال كلهم. هيميجيما جيومي في اللحظة دي بيفقد أعصابه تماما وبيفضل يضرب في الشيطان وبشكل هستيري لحد طلوع الشمس. ولكن عندما جاءت الشرطة وقامت باستجواب الفتاة الوحيدة الناجية البنت يا عيني من الرعب والصدمة النفسية اللي حصلت لها فضلت تقول ده وحش هو اللي قتلهم كلهم. فطبعا كلهم بيسيئوا الفهم وبيحبسوا جيومي بتهمة القتل، لأن الدليل الوحيد على براءته ألا وهو جثة الشيطان اتبخرت تماما وراحت العدم ولبس هو في جريمة ما ارتكبهاش. ولولا تدخل اوبوياشكي لكانت عدم جيومي وقتها بيهني تانجيرو وبيقول له خلاص كده يا تانجيرو تدريبك انتهى معايا. بعدها بيروح تانجيرو يقعد مع اينوسكي وجينيا وبياخد اكل زينسو وبيروح يوديه له، ولكن اول ما بيقابله وبيتكلم معاه بيلاحظوا انه هادي جدا وراسي عن غير الطبيعي تماما. يا ترى هي الحكايه بالظبط؟ القصه وما فيها يا صديقي ان في اللحظه اللي قدر تانجيرو فيها يزق الصخره بيجي العصفور بتاع زينسو وبيديله رساله غريبه، ومن ساعه ما قراها وهو على الحال ده. يا ترى هو ايه اللي موجود في الرساله دي بالظبط؟ تانجيرو وقتها بيسيبه وبيروح عند جيو وسانمي اللي بيكونوا بيتمرنوا، ولكنه بيفتكرهم بيتخانقوا وبيقرر بالتدريب عليهم. سانمي وقتها بيتعصب وبيمشي ولكنه بيحس ان في حاجه غريبه وراه، فبيمسكها بسرعه وبتطلع عين الشيطان ناكيمي. وفي اللحظه دي بيدرك ان هم وصلوا للمقر، وبالفعل وفي نفس الوقت ده على الناحيه الثانيه بيكون كيبوتوجي موزان وصل فعلا للقصر ووقف قدام اوبوياشكي. وابوياشكي اول ما بيشوفه بيقول له كنت عارف انك هتيجي، ولكن موزان بيقول له يعني بقى بعد العمر والصبر ده كله هو ده منظر قائد صياد الشياطين؟ طيب املي فيك يا اوبوياشكي. اوبوياشكي وقتها بيطلب من امني انها توصف له شكله، وبالفعل بتوصفه له. وفي اللحظه دي اوبوياشكي بيفاجئ موزان وبيقول له تعرف ان احنا الاثنين بننتمي لنفس العشيره، فانت في الاساس من عشيره اوبوياشكي ولكن بسبب تحولك الى شيطان اصبحت عشيره ملعونه واي طفل بيتولد بيموت فورا. وبيكمل كلامه وبيقول له انا عارف ايه هو هدفك يا موزان، انت بتحلم بالخلود الابدي. استغفر الله، مش محتاج اقول طبعا ان الكلام ده كله هبد ولا خلود لاي شيء على وجه الارض، فهذه هي سنه الله في كونه وهي الفناء لكل شيء ولا يبقى في النهايه الا الله الواحد القهار. اوبوياشكي وقتها بيقول له الابديه اللي بتجري وراها دي مجرد حلم مزيف مش اكثر، فالابديه الحقيقيه هي انك تفضل محفور في ذكريات ومشاعر الناس. موزان وقتها بيبص له وبيستغرب من الهدوء التام في المكان ووجوده لوحده من غير اي حراس تماما. ولكن على ناحيه ثانيه بيوصل الخبر لكل اعضاء العشره بتعرض القصر للهجوم وبينطلقوا كلهم باقصائتهم باتجاه القصر. الوقت ده موزان بيتعصب جدا من كلام اوبوياشكي وبيقرر ينهي الموضوع، وفي اللحظه اللي بيقرب فيها من اوبوياشكي وناوي يخلص عليه بيفجر المكان بالكامل وبيضحي بنفسه وبزوجته وباولاده في سبيل الاطاحه بموزان. في اللحظه دي جميع الهشره بيشوفوا الانفجار الهائل اللي حصل في القصر وبيترعبوا حرفيا، ده حتى موزان بيطير وبيتفحم خالص ولكنه بيفضل يتجدد بالبطيء. ولكن في اللحظه دي بيتفاعل فن دموي رهيب بيطلع كميه اشواك مرعبه بتثبت موزان في مكانه. وفي اللحظه اللي هو بيحاول يمتصها فيها بتجيله تاميو وبتزرع في جسمه دواء المفروض ان هو بيرجع الشياطين لبشر، وبالفعل موزان بالغلط بيمتص وبيطلع هشر الصخر من وراه وبيرزع واحده بتطير له راسه. ولكنه وكما توقع اوبوياشكي بالفعل موزان مش هيموت وحتى لو قطعته راسه. الحل الوحيد للقضاء على موزان وهو ضوء الشمس وبس، وده معناه وببساطه انها هتكون حرب داميه حتى طلوع الفجر. وبالفعل موزان بيجدد راسه وبيهجم على جيومي ولكنه بيستعمل تنفس الصاخر وبيصد كل ضرباته. يابا يخرب بيت كميه الفخامه في
المشهد ده يا جدعان. اللحظه دي بيكون كل اعضاء الهجره اتجمعوا خلاص في المكان وبيشوفوا موزان ولاول مره قدامهم. يومي وقتها بيثق فيهم كلهم وبيقول لهم هو ده كيبوتجي موزان، وخلوا بالكم مش هيموت وحتى ولو قطعتوا راسه. كل البيت طريقته، ولكنه بيفاجئنا كلنا وبيغفلهم كلهم وبيسحبهم كلهم لمكان غريب مش باين له اول من اخر. والمكان ده يا صديقي يدعى قلعه اللانهايه. وبالفعل بيسقطوا كلهم وكل قاتله الشياطين الى هذا المكان الغريب. كل واحد فيهم عمال يبص حواليه، ما حدش عارف هو فين ولا يعمل ايه. موزان وقتها بيستفزهم وبيقول لهم هو انتوا كنتوا فاكرين انكم انتم اللي حصرتموني؟ ده عند امك يالا انت وهو، انا اللي هبطش بيكم كلكم الليله دي يا صياد الشياطين. تانجيرو وقتها بيتعصب جدا وبيقسم قدام موزان على قتله، وموزان بيتحداه وبيهوي تانجيرو الى الما لا نهايه. فيا ترى ايه هو مصير تانجيرو ومين اللي هيلحقه؟ وهل يا ترى بالفعل تانجيرو هيقدر يوفي بوعده ده، ولا فعلا الليله دي هتكون الليله الاخيره لكل قاتله الشياطين؟ وايه هو نوع الدواء اللي زرعته تامايو جوه موزان؟ وهل بالفعل هيرجعوا الانسان؟ ويا ترى ويا هل ترى ايه هي حكايه المكان اللي كنا فيه ده؟ واي نوع من الفنون الدمويه يا ترى يستطيع ان يفعل شيئا كهذا؟ ويا ترى ويا هل ترى واذا لسه ما اشتركش معانا لحد دلوقتي في القناه اتاكد ان تشترك في القناه.